السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله باذن الله طالعين نحل معاك النموذج التاسع والنموذج العاشر في التطبيقيه. فتعالى كده نسمي الله ونشوفوا عندنا ايه. بسم الله. السؤال الاولاني بيقول لك في الشكل المقابل انا معايا قوتان متوازيتان، واحده 3 على 2 ق والثانيه 6 ق، وكانت محصلتهما بتؤثر في النقطه ب. قال لك ا ج كلها ب 20، عايز اجيب طول ا ب. القوتين دول ماشيين في نفس الاتجاه، يبقى المحصله تقع بينهما وفي نفس اتجاه القوتين. فين بالظبط ما اعرفش، بس هو قال لي ان ده كلها ب 20، فانا ممكن افرض مثلا ان في حته بس والثانيه زي ما احنا متعودين هتبقى 20 ناقص س، ونبدا بقى نلعب على نقطه تاثير المحصله. هاخد القوه الاولى ببعدها عن المحصله هتساوي القوه الثانيه في بعدها عن المحصله. القوه الاولى اللي هي هتبقى 3 على 2 ق في بعدها عن المحصله اللي هو س، هتساوي القوه الثانيه اللي هي هتبقى 6 ق فبعدها عن المحصله اللي هو هيبقى 20 ناقص س. كلام جميل قوي. الخطوه اللي بعديها تعالى نقسم انا وانت على س، او نقسم على ق. تعالى انا وانت نقسم على ق، فهنا هيتبقى مع سيادتك 3 على الاتنين من س. وزع الستة هنا وهنا، 6 في 20 ب 120، و6 في سالب س هتدي لك ساعتها سالب 6 س. او هنطلع السالب 6 س بره، ف3 على 2 1 ونص زائد 6 هتدي لك 7 ونص س. ف7 ونص س ايه الكلام ده هيساوي 120. اقسم بقى ال 120 على 7 ونص، ف 120 لما اقسمها على 7 ونص هتلاقي ان السين هتطلع مع سيادتك ب 16 سنتيمتر. السين بقى هي طول الالف ب، يبقى الالف ب اللي احنا عايزينها هتطلع معاك ب 16، يبقى الاجابه رقم د. بيقول لك في الشكل المقابل انا عايز اجيب معيار عزم القوه 40 جذر 2 حول النقطه ب. عايز اجيب العزم عند ب. مبدئيا القوه دي بالنسبه لنا هي قوه مائله، فاحنا هنروح ماسكين ال 40 جذر 2 ومحللينها في اتجاهين متعامدين، واحد هيبقى راسي والتاني هيبقى افقي. طب خلينا متفقين على حاجه، الزاويه دي كلها كانت ب 135، فانت لما نزلت راسي يبقى ده ساعتها هيبقى ب 90، يبقى ده ساعتها هيبقى ب 45 عشان يبقى كل ده ب 135. فانا هروح محلل ده هيبقى اللي معاه الزاويه، يبقى ده اللي هياخد جتا وده اللي هياخد جا، يعني هنا هيبقى 40 جذر 2 جتا 45، وهنا هيبقى 40 جذر 2 جا 45. وتعالى انا وانت بقى نلعب نجيب العزم عند ب، فساعتها هيبقى العزم عند ب هيساوي، هنبدا اول حاجه بال 40 جذر 2 جتا 45 دي عشان تمشي البيع تمشي عكس عقارب الساعه، يبقى ساعتها هيبقى 40 جذر 2 جتا 45 دي مثلا هتمشي لها كده، هتمشي لها مع عقارب الساعه، يبقى ده ساعتها هيبقى سالب. في البعد العمودي القوه دي بالنسبه لنا قوه راسيه، يبقى البعد العمودي هو البعد الافقي اللي هو 3. ال 40 جذر 2 جا 45 برضه هتمشي مع عقارب الساعه، يبقى سالب 40 جذر 2 جا 45. في البعد العمودي القوه دي قوه مالها افقيه، فالبعد هيبقى راسي اللي هو هيبقى 5، ونبدا نظبط انا وانت ده على الاله. فهنا هيبقى 40 جذر 2 كوزين 45، الكلام ده مضروب في 3، وبعد كده هيبقى معاك 40 جذر 2 ساين 45، ايه الكلام ده مضروب في 5. فلما تعمله مع الآلة هيطلع معاك بيه سالب 320، بس هو عايز يجيب معيار العزم، فأنا ههمل الإشارة السالبة، يبقى العزم في الآخر هيديلك 320. اللي بعديها بيقول لك في الشكل المقابل أنا معايا أ ب ج د مربع طول ضلع 4 سنتيمتر، أثرت القوة الآتية وكانت القوة بتكافئ ازدواج، وهو قال لك إن معيار العزم بتاعه 20، وكان ق واحد بتساوي ق 2. طيب 9 و9 حققوا الزواج، والق واحد والق 2 حققوا الزواج، هات العزم بتاعهم، والعزم بتاعهم هيبقى ب 20. فانا هبدا معاك اول حاجه بالتسعه والتسعه، فالتسعه والتسعه دول لما يمشوا لبعض هيمشوا لبعض عكس عقارب الساعه، ادي 9. في البعد العمودي هو قال لك ان طول الضلع ب4، يبقى ساعتها هيبقى 9 في 4 هيدي لك 36. بعد كده هنتكلم معاك في العزم الثاني، العزم الثاني اللي هو خاص بالقاف والقاف، دول هيمشوا مع بعض مع عقارب الساعه، يبقى سالب ق في البعد العمودي اللي هو 4، يبقى ساعتها هيبقى سالب 4 ق. طيب
هو قال لك ان المجموعه دي بتكافئ ازدواج معيار العزم بتاعه بكام؟ ب 20. يبقى انا همسك دول ابدا ان انا اجمعهم واساويهم، مره ب 20 ومره بسالب 20، ان هو جاب لك معيار العزم. يعني مره هقول اهو 36 ناقص 4 ق، هروح انا وانت على طول مساوينها بكام؟ ب 20. ومره هاخد 36 ناقص 4 ق وهروح اساويها ب سالب 20. ده لما يطلع بره بعكس الاشاره هيبقى سالب 4 ق هتساوي سالب 16. فلما تقسم لنا على سالب 4 هيطلع ساعتها معاك ان القوه ب4. ده هيطلع بره بالسالب فهيبقى سالب 4 ق هتساوي سالب 56. هتقسم على سالب 4 فهيبقى 56 على 4 هيطلع معاك ان القوه ب 14. يبقى مره ق ب 4 ومره ق بكام؟ ب 14. فهنا هيبقى في تعديل، فهتبقى الاجابه بتاعتك هي الاجابه رقم أ. اللي بعديها بيقول لك اذا علق جسم كتلته 490 جرام في خطاف ميزان زنبركي، قال لك وسجلت قراءة الميزان 470 ثقل جرام، فإن الجسم هيتحرك ازاي؟ هل هو هيبقى صاعد بعجلة، هابط بسرعة منتظمة، صاعد بتقصير، هابط بتقصير منتظم؟ طيب قال لك الجسم ده كتلته 490 جرام، ولما جيت سجلت قراءة الميزان لقيته ب 470. فخلينا متفقين ده بالنسبة لنا الوزن الحقيقي بتاع الجسم، وقراءة الميزان هي الوزن الظاهري. فأنت هنا هتروح تعمل مقارنة بين الوزن الحقيقي والوزن الظاهري. هنعمله مقارنة أنا وأنت بين الوزن الحقيقي والوزن الظاهري. الحقيقي بالنسبة لك هو ب 490، ده بالنسبة لنا الحقيقي، والظاهري بالنسبة لنا هو 470. وعشان بس نبقى متفقين، حضرتك الحقيقي ده هو جابه لك بالجرام، اكنك بتتعامل كوزن بالثقل جرام. زي ما كان يدي لك الجسم الكتله بتاعته بالكيلو جرام، يبقى احنا بنتعامل ان هو كوزن بيه الثقل كيلو جرام. فانا معايا 490 حقيقي و470 ظاهري، فخلينا متفقين ان الحقيقي اكبر من الظاهري. ودي كانت معلومه احنا كنا بنتكلم فيها ايام الشرح. قلت لك امتى الوزن الحقيقي يكون اكبر من ظاهري؟ لما يكون المصعد هابط. انت سيادتك بتخاف لما المصعد بيبقى نازل فبتتك على ارضيه المصعد، فتلاقي وزنك زاد مقارنه بالوزن بتاعك اللي هو الظاهري. فطول ما الوزن الحقيقي اكبر من ظاهري، اعرف ان المصعد هيكون ايه يا جماعه؟ هيكون هابط بعجله، صح كده؟ او ممكن بدل ما يكون هابط بعجله، يعني ساعتها هتبقى العجله هنا بالسالب لان هو هيبقى هابط، يعني كتله في دم ناقص ج. او ممكن بدل ما نقول هابط بعجله ممكن نقول ان هو هيكون صاعد بس بتقصير. يعني ايه صاعد بتقصير؟ يعني مثلا لو كان هو هابط بعجله يبقى ده معناه ان الكتله في د ناقص ج. طب لو كان صاعد، مش المفروض لو هو صاعد يبقى ده معناه الكتله في د زائد ج؟ بس انت قلت لي بتقصير، يعني ساعتها هيبقى د ناقص ج، يعني الاثنين دول هيبقوا زي بعض. ليه بتقول كده؟ اولا سيادتك هو هيقول لك هل هو هابط بسرعه منتظمه؟ معنى هابط بسرعه منتظمه يعني مفيش عجله، لا هنا هيبقى في عجله. هل هو هابط بتقصير؟ لا مش هيبقى هابط بتقصير، لان هو لو هابط بتقصير هيبقى سالب في سالب بموجب، فده مش صح. هل هو هيكون صاعد بعجله؟ لا ده هو مش صاعد، هو هابط بعجله. هل هو صاعد بتقصير منتظم؟ ايوه هيكون صاعد بتقصير، اكنه بالظبط معناها ان هو هيكون هابط بايه؟ بعجله. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ج. بيقول لك أثرت قوة مقدارها 5 ثقل كيلو جرام في كتلة مقدارها 196 كيلو جرام متحركة في خط مستقيم في اتجاه القوة، فقطعت المسافة دي. فكان طاقة الحركة في نهاية المسافة بتساوي كالآتي: فإن سرعة الكتلة عند بدء تأثير القوة. طيب أنا لاحظت حاجة يا جماعة، إيه اللي أنا لاحظتها؟ إن هو مديني طاقة الحركة في نهاية المسافة. فأنا مجرد لما أقابل طاقة الحركة يبقى انت على طول بتفكر في مبدأ الشغل والطاقة، ان الطاقة في النهاية ناقص الطاقة في البداية هتساوي الشغل المبذول. اهو الطاقة في النهاية ناقص الطاقة في البداية، ايه الكلام ده؟ هيساوي الشغل المبذول. اهو يا عم. ما بعد ذلك يا مستر هنتصرف معاك ازاي؟ والله هبدأ اعوض بقى. الطاقة في النهاية هو جابها لك اهي، ادي 1 4 1 1 2، الكلام ده مضروب في 10 و6، وخلي بالك جابها لك بالقرش. يبقى انا هخلي الطاقه الثانيه بالقرش وهخلي ايضا الشغل بالقرش. الطاقه في البدايه هو محتاج يجيب سرعه الكتله في البدايه،
فانا هفك ادي نص الكتله معاك. الكتله هنا سيادتك احنا لازم نخليها بالجرام، فانا عشان اخليها هو جابها لك بالكيلو جرام، فانا عشان اخليها بالجرام يبقى انا هضرب في 1000 اللي هو 10 اس 3. ايه الكلام ده؟ في مربع السرعه اللي هو هيبقى عين تربيع هيساوي الشغل اللي هو هيبقى القوه في المسافه، فالقوه هتبقى بالداين والمسافه هتبقى بالسنتيمتر. كده كده هو جاب لك المسافه بالسنتيمتر اللي هي 280. الكلام ده مضروب فيه القوه هنا هتبقى بالداين، فالقوه للاسف هو جابها لك بالثقل كيلو جرام، فانا عايز احولها لداين، يبقى ثقل كيلو جرام اضربها لنا في 9.8 عشان نخليها نيوتن، وبعد كده اضربها لنا في 10 اس 5 عشان اخليها داين. يعني بص كده ادي الخمسه اهي، دي هتتضرب في 9.8، فلما تتضرب في 9.8 يبقى دي بقت نيوتن. انا النيوتن بقى عايز اخليه داين، يبقى انا هروح اعمل ايه؟ اضرب فيه 10 اس 5 اخليها بالداين على طول. فتعال نشوفوا بقى انا وانت هنتصرف هنا ازاي. هنا هيبقى معاك 1/4 ده هينزل زي ما هو، الناتج برضه لو احنا عايزين نكتبه معاك اهو في 10 اس 6 علشان يطلع معاك رقم بطريقه اسهل شويه. هيطلع معاك رقم كبير قوي ناقص ده، يعني ده هينزل زي ما هو ادي 1.411 في 10 اس 6. الكلام ده ناقص ادي نص مضروبه في 196 مضروبه في 1000. الكلام ده هيطلع معاك بيه سالب 98,000 من عين تربيع هيساوي الناتج ده. طبعا انت بقى هتروح مطلع ده بره بعكس الاشاره، فهيبقى معاك 280 في 5 في 9.8 في 10 اس 5 ناقص 1.411 في 10 اس 6، فهيطلع معاك بيه سالب 392. وعندك هنا 5 اصفار اهم. الناتج ده بقى اقسمه على ده هيطلع بره بعكس الاشاره بقى خلاص، فهنا هيبقى معاك سالب 98000 عين تربيع هتساوي الناتج اللي طلع ده اللي هو سالب 392. وعندك هنا 5 اصفار. اقسم بقى ده على 98,000 هتطلع 400، يعني هتلاقي ان عين تربيع هتطلع ب 400. خد الجذر التربيعي يبقى هتلاقي السرعه بكام؟ ب 20 سنتيمتر كل ثانيه. دي ساعتها هتبقى السرعه بتاعتك. السؤال اللي بعديه بيقول لك أ ب ج د هي واو شكل سداسي منتظم طول ضلع ب8. أثرت القوى الآتية في الاتجاهات الآتية على الترتيب، فكانت المجموعة بتكافئ ازدواج، فإن معيار عزمه هيساوي. طيب أول حاجة هنتكلم مع سيادتك فيها هنبدأ نرسم معاك سداسي. فادي السداسي بالنسبة لنا اهو، ده بالنسبة لنا السداسي هيبقى أ ب ج د ه واو. ده بالنسبه لنا السداسي. السداسي ده قال لك ان طول ضلعه ب 8 سنتيمتر، يبقى ده طول ضلعه ب 8. اثرت القوه الاتيه معايا 3 في اتجاه الالف ب، يبقى من الف لب في قوه ب3. بعد كده 8 في اتجاه الجيم ب، فمن ج لب في قوه ب8. بعد كده 3 في اتجاه الدال ه، يبقى من الدال له في قوه ب3. بعد كده هيبقى 8 في اتجاه الواو ه، يبقى من واو له هيبقى في قوه ب 8 على الترتيب. وكانت المجموعه بتكافئ ازدواج، فان عزمه هيساوي. عايز انا وانت نجيب عزم الازدواج ده. طيب اولا الثلاثه والثلاثه هيكافئوا ازدواج، فتعال نجيبهم، والثمانيه والثمانيه نفس الكلام ونجمعهم بعد كده. فالثلاثه والثلاثه هيمشوا مع قوائم الساعه، يبقى ساعتها سالب 3 في البعد العمودي. قوه اثرت في طول الضلع، فطول ما القوة أثرت في طول الضلع يبقى البعد العمودي طول القطر الثانوي. فالبعد العمودي طول القطر الثانوي اللي هو هيبقى 8 جذر 3. فلما تعمله مع الآلة هيدي لك ساعتها سالب 24 جذر 3. أدي العزم. بعد كده هنتكلم في العزم الثاني اللي هو الخاص بيه 8 وال8. فال8 وال8 هيمشوا مع بعض عكس عقارب الساعة، يبقى ادي 8. في البعد العمودي نفس الكلام، القوة أثرت في طول البعد، يبقى ساعتها طول اللي هو طول الضلع، يعني يبقى البعد العمودي طول القطر الثانوي. فالبعد العمودي هيبقى طول القطر الثانوي اللي هو أيضا هيبقى 8 جذر 3. فلما تعمله مع الآلة هيدي لك 64 جذر 3. تعال نجمع بقى أنا وأنت عشان نجيب العزم. العزم الأول زائد العزم الثاني،
ف 64 ناقص 24 هيدي لك ساعتها 40 جذر 3. ده هيبقى العزم. يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم أ. اللي بعديها بيقول لك في الشكل الموضح أ د قضيب خفيف مهمل الوزن طوله 6 متر والقوة مقاسة بالنيوتن وبتؤثر رأسيا لأسفل كما هو موضح. فعايز أعرف، والألف د طبعا في حالة اتزان، فعايز أعرف طول الألف هي هيبقى بكام. طيب أولا سيادتك القوة دي في حالة اتزان يبقى المحصلة بتاعتهم هتبقى مجموعهم وتقع في نفس اتجاههم. فهنا هيبقى 3 و5 8 و4 12 و8 20. هو قال لي سيادتك ان القضيب اتعلق من نقطه اهي، يعني هنا هيكون في قوه شد، فانا هيبقى بالنسبه لنا هنا النقطه اهي اهو، ده ساعتها هيبقى الشد، والشد هيبقى مجموع اللي تحت دول كلهم هنا هيبقوا ب20 مجموعهم ب20. فساعتها هنروح نعمل ايه بقى؟ انا وانت هيبقى عندنا نقطه هنا هنسميها النقطه اهي. فاحنا عايزين نروح نجيب العزم بتاع العزم عند أ، لان هو عايز يجيب طول الألف اهي، وانا هستغل ان هو قال لي ان هو في حاله اتزان، يبقى ده معناه ان العزم عند أ هيساوي صفر. فلو العزم عند أ هيساوي صفر يبقى ده معناه ان هنا ملهاش عزم. اللي هيبقى ليها عزم الخمسه وال20 والاربعه وال8. 5 هتمشي عكس عقارب الساعه يبقى 5 في البعد العمودي اللي هو 2. الاربعه هتمشي عكس عقارب الساعه يبقى 4 في البعد العمودي اللي هو الالف ج اللي هو هيبقى ايضا ب4. ال8 هتمشي عكس عقارب الساعه يبقى موجب 8 في البعد العمودي اللي هو 6. هيبقى ناقصني اخر قوه اللي هي 20 هتمشي مع عقارب الساعه يبقى سالب 20 في البعد العمودي اللي هو هيبقى الالف ه. فهنا هيبقى معانا 5 في 2 زائد 4 في 5 في 2 زائد 4 في 4 زائد 8 في 6. هيطلع مع سيادتك ب 74. وهنا سالب 20 الف ه طلع بره يبقى هيدي لك 20 الف ه. وبعد كده اعمل ايه بقى؟ وبعد كده اقسم لنا على ال20. فهاخد 74 اقسمها على 20 هتطلع معاك ب 3.7 متر. يبقى طول الالف ه اللي سيادتك عايز تجيبه هيطلع معاك ب 3.7. اللي بعديها بيقول لك اذا اثرت ثلاثه قوى ثابته معا على جسم فكانت الازاحه فيه متجهه. جاب لك القوه الاولى في الازاحه والقوه الثانيه في الازاحه والقوه الثالثه في الازاحه. فإن الشغل المبذول من محصلة هذه القوى، عايز أجيب الشغل المبذول من المحصلة. طيب أول حاجة أنت لو بتفكر تجيب المحصلة، فالمحصلة هي مجموع القوى اللي هي هتبقى ق1 زائد ق2 زائد ق3. دي بالنسبة لنا هتبقى المحصلة. فأنت لو عايز تجيب الشغل المبذول من المحصلة، فالشغل المبذول من المحصلة هتبقى المحصلة ضرب قياس الإزاحة. فالشغل المبذول من المحصلة اللي هي هتبقى ق1 زائد ق2 زائد ق3. ايه الكلام ده هيكون مضروب فين؟ هيكون مضروب في الازاحه. فانا هبدا واحده واحده بقى. هاخد القوه الاولى في الازاحه زائد القوه الثانيه في الازاحه زائد القوه الثالثه في الازاحه. القوه الاولى في الازاحه كانت ب5، القوه الثانيه في الازاحه بسالب 4، القوه الثالثه في الازاحه بسالب 4، يعني هيبقى 5 ناقص 8. ف5 ناقص 8 هيطلع معاك في الاخر بسالب 3. ده ساعتها هيبقى الشغل المبذول من المحصله. اللي بعديها بيقول لك يتحرك جسم في خط مستقيم وكانت السرعه بتاعته تعطي كداله في الموضع بالعلاقه ع بتساوي ذات ر. فان حركه الجسم فان عجله هتساوي ايه؟ طيب هو جاب لسيادتك العين داله في ر، فاحنا بنبدا نفاضل. فلما تيجي تفاضل خلي بالك العين مش داله في ن، العين داله في ر. فلما نفاضل هنا هنوصل لدال ع على دال ر. الزتا اشتقاقها سالب ق تربيع. بعد كده هنزل الداله زي ما هي واقسم على مشتقه الزاويه. هل في مشكله في ده؟ كلام جميل. انا بعد كده هروح عايز اجيب العجله. فخلي بالك العجله هتبقى عباره عن ع مضروبه في دال ع على دال ر. انا بقى هيبقى عندي مشكله ان الاجابات كلها يا جماعه هو جايبها لك بدلاله ع. فاحنا بقى عندنا ملحوظه كده كنا احنا بناخدها معاك في اولى ثانوي. ايه ملحوظتك يا عمنا؟ كان عندنا قانون كان بيقول ان 1 زائد زتا تربيع الكلام ده هيساوي ق تربيع. طب انا معايا هنا ق تربيع، خلاص انا ممكن اشيل الق تربيع واحط مكانها 1 زائد زتا تربيع. يعني بص حبيبي كده احنا هنخلي الاشاره السالبه زي ما هي اهي.
بس هروح اشيل القطا واحط مكانها 1 زائد زتا تربيع ر. ادي 1 زائد زتا تربيع ر. طب ما هي الزتا من اصلا بعين، يعني انا ممكن اشيل اهو بقى، انا بكمل ها، هيبقى معاك هنا ادي سالب، ادي 1 زائد الزتا هي عين، بس عايز اربعها يبقى 1 زائد عين تربيع. وزع لنا يا عم السالب هنا وهنا، يبقى ساعتها هيبقى سالب 1 ناقص عين تربيع. ده ساعتها هيبقى ده العين على ده ر. فانا عشان اروح اعوض العجله هتساوي ادي بالنسبه لنا هيبقى عين مضروبه في ده العين على ده ر، اللي هي هتبقى سالب 1 ناقص عين تربيع. سيادتك بقى وزع العين هنا وعين، فالعين في سالب 1 بسالب عين، والعين في سالب عين تربيع بسالب عين تكعيب. يبقى سالب عين ناقص عين تكعيب، ده بالنسبه لنا هيبقى العجله اللي سيادتك عايز تشتغل عليها. هي حسبه كده في حساب مثلثات في اشتقاقات محتاج تعملها، خلص على كده خلاص. اللي بعديها بيقول لك اذا كان ر بتساوي ن تكعيب زائد 2 وكان معيار العجله بيساوي 12، فان ن هتساوي، هو جايب لسيادتك الموضع ده بالنسبه لنا الموضع، هو بقى قال لك معيار العجله ب 12، هات النون. طب يلا ر داله في ن، اشتق هات السرعه، فهيدي لك 3 ن تربيع. اشتق تاني هات العجله، فالعجله هتبقى 6 ن. الخطوه اللي بعديها هو قال لك معيار العجله ب 12، يبقى انا هاخد ال 6 ن هبدا ان انا اساويها بال 12، فلما تقسم على 6 هتلاقي سيادتك مطلع لنا ان النون بكام؟ ب 2. يبقى انا طلعت النون ب 2، يبقى انا كده قدرت اجيب الزمن. خلاص؟ اللي بعديها بيقول لك في الشكل المقابل ا ب ج د ه واو سداسي منتظم. هو قال لك ان طول ضلعه هيبقى ب 40 سم. حلو. وكانت القوى المعطاه متزنه، يعني ايه القوى المعطاه متزنه؟ يعني العزم عند اي نقطه هيساوي صفر. فان ق 2 هتساوي، طيب انا هروح اجيب العزم عند اي نقطه، بس في نقطه كده جوهريه لو جبنا العزم عندها الدنيا هتبقى اسهل قوي. ايه النقطه مصر ج؟ ليه بقى؟ ساعتها هيبقى القوه الاولى ملهاش عزم، ولا ال 100 ليها عزم، ولا ق 3 ليها عزم. ايه اللي هيبقى ليه عزم؟ هو القوه الثانيه وال 300. فانا على الارجح ليا اروح اجيب العزم عند ج، فالعزم عند ج ايه الكلام ده في الاخر هيساوي صفر. فلو العزم عند ج بصفر يبقى خلاص لا ده ولا ده ولا ده ليهم عزم. هنبدا اول حاجه بال 300. 300 عشان تمشي الجيم هتمشي لها مع قايم الساعه، يبقى ساعتها هيبقى سالب 300. في البعد العمودي، القوه دي قوه اثرت فيه طول الضلع، يبقى البعد العمودي هيبقى طول القطر الثانوي، ده ساعتها هيبقى البعد العمودي بالنسبه لك اللي هو هيبقى 40 جذر 3. طول الضلع جذر 3 اهو. القوه اللي بعديها اللي هي هتبقى ق 2، ق 2 هتمشي عكس عقارب الساعه، يبقى موجب ق 2 في البعد العمودي. فين البعد العمودي؟ مش هينفع نقول بقى من النقطه على خط عمل القوه، ليه؟ لانك انت لو عملت كده ده مش بعد عمودي عشان هيقابل زاويه منفرجه. امال هنعمل ايه؟ كنا قايلين لك دايما لو البعد العمودي ما جاش معاك روح مد القوه دي على استقامتها واسقط يلا عمود اهو من النقطه على خط عمل القوه. مد ده على استقامته بره واسقط عمود. فسيادتك ده هيبقى بيقابل زاويه حاده اللي هي 60، فده بالنسبه للزاويه مقابل، يبقى الوتر في جهه الزاويه، الوتر اللي هو طول الضلع اللي هو هيبقى 40، يبقى 40 في جهه 60. ايه الكلام ده هيساوي صفر. فانت هتطلع ده بره بعكس الاشاره، هيبقى ساعتها معاك 12000 جذر 3. هنا هيبقى معاك 40، الكلام ده مضروب في ساين 60، هيطلع معاك ب 20 جذر 3 من ق. ادي 20 جذر 3 من ق. ايه الكلام ده ساعتها هيساوي صفر. اهو ده انا طلعت على طول بره، يبقى الكلام ده هيساوي بقى 20 جذر 3 من ق. اقسم على 20 جذر 3، هنا جذر 3 مع جذر 3 وهنا ال 20 هيدي لك ان ق بكام؟ ب 600. يبقى القوه الثانيه اللي انت عايزها هتطلع ب 600، يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ا. اللي بعديها بيقول لك انا معايا ثلاثه قوى مقاديرها كالاتي بيمثلها تمثيلا تاما القطع المستقيمه الاتيه على الترتيب من المثلث ده اللي فيه ا ج ب 13. فهنا معيار عزم الازدواج اللي بيكافئ القوى. طيب تعالى انا وانت نرسم مثلث ايا كان المثلث بقى، حاد قائم منفك، ارسم اي مثلث خلاص. فده بالنسبه لنا هيبقى مثلث اهو. فالمثلث ده احنا هنروح نسميه ادي ا ادي ب ادي ج.
ايه معطياتك يا عمنا؟ قال لك في قوه اثرت 10 ونص كان في ا ب، يبقى من ا ل ب كان في قوه ب 10 ونص. بعد كده هيبقى 12 في اتجاه البي ج، يبقى البي ج في قوه ب 12. بعد كده 19 ونص في اتجاه الجيم الف، يبقى من ج لالف كان في قوه ب 19 ونص. وهو قال لك ان الالف ج ب 13 سنتيمتر، يبقى انا معايا الالف ج طلع مع سيادتك ب 13. طيب فهو عايز يجيب عزم الازدواج. هو قال لك بمجرد لما اقول لك يا جماعه عزم ازدواج يبقى انت كده يا باشا ريحت دماغك. يعني اكيد القوه على طول الضلع هي القوه على طول الضلع هي القوه على طول الضلع. فانا بقى هعمل ايه؟ هاخد مثلا 19 ونص اهي، اروح اقسمها على 13 فهيطلع المين ب 3 على 2. يعني هاخد هو المفروض القوه اللي هي 10 ونص هقسمها على طول الضلع اللي هو هيبقى الالف ب. الكلام ده هيساوي القوه اللي هي 12 على طول الضلع اللي هو هيبقى البي ج، هتساوي القوه اللي هي 19 ونص على طول الضلع اللي هو هيبقى 13. انت لما قسمت طلع معاك بكام؟ 3 على 2. يبقى انت عندك فرصه بقى تجيب الالف ب وتجيب البي ج. يعني انا عايز اجيب الالف ب، يبقى ساعتها هتبقى 10 ونص مضروبه في 2 على 3، هيطلع ساعتها ان الالف ب ب 7 سنتيمتر. نفس الكلام عايز اجيب البي ج، هتبقى 12 في 2 على 3، تطلع معاك ان البي ج ب 8 سنتيمتر. يعني انت كده قدرت تجيب الالف ب اهو طلع معاك ب7، والبي ج طلع مع سيادتك بكام؟ ب8. فانت عايز تجيب مساحه المثلث. انا قدامي كذا حل. ممكن اجيب زاويه استخدم قاعده تجيب التمام، هيبقى معايا نص حاصل ضرب طول ضلعين في جذر المحصول اللي بينهم. او ممكن انا وانت نستخدم قاعده هيرو، ما انا كده معايا الاطوال كلها. تعالى انا وانت كده نفكرك بقاعده هيرو. فانا عايز اجيب العزم، فهيبقى ضعف مساحه الشكل في م، ضعف يعني 2 مساحه الشكل هنستخدمه قاعده هيرو اهو افكرك بيها. الكلام ده مضروب في م اللي هو 3 على 2. فاحنا هنستخدمه قاعده هيرو اللي هي نص محيط في نص محيط ناقص الضلع الاول في نص محيط ناقص الضلع الثاني في نص محيط ناقص الضلع الثالث. طبعا هنجيب المحيط، هيبقى معاك 7 زائد 8 زائد 13 فهيدي لسيادتك 28. الكلام ده مضروب فيه نص المحيط، طبعا ده المحيط كله ب 28، يبقى نصه هيبقى ب 14 في نص المحيط ناقص الضلع الاول يعني 14 ناقص 7 ب7 في نص المحيط ناقص الضلع الثاني يعني 14 ناقص 8 ب6 في نص المحيط ناقص الضلع الثالث يعني 14 ناقص 13 ب1. وتعالى انا وانت نعملهم على الاله. فلما نعملهم على الاله هيطلع ساعتها معاك العزم ب 42 جذر 3. يبقى انسب اجابه بالنسبه لك هتبقى الاجابه رقم ا. اللي بعديها بيقول لك جسم يتحرك في خط مستقيم بسرعه ابتدائيه 2 متر لكل ثانيه ومن نقطه ثابته اللي هي نقطه الاصل، وكانت العجله بتساوي 2 ن ناقص 6 فإن ر هتساوي ايه؟ عند ع هتساوي 29. هو جاب العجله وعايز يجيب الر. طب تعالى واحده واحده، ده من الاسئله الجميله جدا. جسم يتحرك في خط مستقيم بسرعه ابتدائيه وكانت العجله بتاعته دي. طيب انا اول حاجه هروح ماسك العجله دي مكمله عشان اوصل للسرعه. يعني ساعتها هتقول لي ان السرعه هتساوي تكامل العجله اللي هو هيبقى 2 ن ناقص 6 بالنسبه لن كامل. فهنا هيبقى السرعه هتساوي زود على القص 1 واقسم على القص جديد، وهنا هيبقى سالب 6 ن الكلام ده زائد ثابت. طب عايز تجيب الثابت، هو قال لك ابتدى بسرعه ابتدائيه من نقطه ثابته، يبقى السرعه الابتدائيه ب2 لما النون ب0 فمع السلامه مع السلامه يبقى الثابت ب2. فهنا هتلاقي السرعه هتساوي ن تربيع ناقص 6 ن زائد الثابت اللي هو هيطلع مع سيادتك ب2 اهو. بعد كده هروح ماسك السرعه دي مكمله عشان اوصل للموضع، فانا هروح مكامل فهيبقى راح هتساوي ادي تكامل ن تربيع ناقص 6 ن زائد 2. ايه الكلام ده؟ طبعا بالنسبه للنون. فانت كده خلاص كتبت لي الموضع. انا بقى هروح اكمل تاني علشان ابدا ان انا اوصل للموضع. بس انت لو كملت تاني هنا هيبقى في مشكله. ليه بقى؟ مش هتعرف ان انت تجيب الثابت. طب هنعمل ايه؟ تعالى كامل تكامل محدد. يعني كامل هنا من الزمن النهائي للزمن الابتدائي. فانت لما تبدا تكامل هتزود على القص 1 وتقسم على القص جديد. هنا هزود على القص 1 واقسم على القص جديد فهيبقى سالب 3 ن تربيع. الكلام ده زائد 2 ن. بعد كده بقى هنروح معوضين باللي فوق ناقص تعويضك باللي تحت، يعني عوض بنون ناقص تعويضك باللي تحت هيدي لك نفس الكلام اللي انت عايزه اللي هو هيبقى تلت ن تكعيب
الكلام ده هو تلت نون تكعيب ناقص 3 نون تربيع زائد 2 نون. انت بقى عايز تجيب الموضع لما هتبقى السرعه ب 29، فانا هروح ماسك السرعه مساويه بال 29 عشان اعرف النون بكام، عشان ابدا ان انا اعوض هنا. فانا بالفعل هروح شايل السرعه حاطط مكانها 29، ف 29 هتساوي ادي نون تربيع ناقص 6 نون زائد 2. هطلع بره بعكس الاشاره هيبقى نون تربيع ناقص 6 نون، طلع ده بره يبقى سالب 27 هتساوي صفر. فسيادتك هتروح تحلل على الاله، مره هيطلع معاك النون بتسعه ومره هيطلع معاك النون بسالب 3، فالسالب 3 مرفوض. او انا بعمل ايه؟ شايل كل نون وحاطط مكانها كام؟ وحاطط مكانها 9. فهنا هيبقى الموضع اهو هيبقى راح هتساوي ادي تلت في 9 تكعيب ناقص 3 في 9 تربيع زائد 2 في 9 اللي هو هيبقى 18. واعملهم على الآلة، لما تعملهم على الآلة هتلاقي ان الموضع بكام؟ 18. يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم أ. اللي بعديها بيقول لك بتطير طائرة في مسار أفقي تحت تأثير مقاومة مقدارها بيتناسب مع مربع السرعة، وكان مقدار المقاومة ب 240 ثقل كيلو جرام عندما كانت سرعة الطائرة 200 وكانت أقصى سرعة للطائرة ب 300، فإن قدرة المحرك هتساوي. طيب أنا معايا طيارة بتسير في مسار أفقي، يعني أنا معايا مسار أفقي أهو وهنا في طياره ماشيه، هل الطياره دي هتمشي لوحدها؟ لا، اكيد هنا في قوه، وهنا هيبقى القوه طبعا هتقابل مقاومه، وهو قال لك ان هي ماشيه باقصى سرعه، فمعنى كلمه اقصى سرعه يبقى القوه هتساوي المقاومه اهو. ركز في اللي جاي بقى، قال لك كانت المقاومه بتتناسب مع مربع السرعه، يبقى ادي المقاومه بتتناسب مع مربع السرعه، يبقى ده معناه ان المقاومه الاولى على المقاومه الثانيه الكلام ده هيساوي السرعة الأولى تربيع على السرعة الثانية تربيع. تعالى بقى نشوف المقاومة هنا، قال لك ب 240 واحنا اتفقنا أي مقاومة هتقابل إيه؟ هتقابل سرعة، فالسرعة الأولى هتبقى 200، يبقى احنا بنتكلم هنا في 200 بس ما تنساش تربع. قال لك وكان أقصى سرعة للطيارة 300، يبقى السرعة دي هتبقى 300، يبقى ساعتها هتقابل المقاومة اللي هناك دي. وخلي بالك من حاجة بقى، المقاومه اللي انا وانت هنشتغل عليها دي هتبقى هي القوه دي، لان هو قال لك هنا وكانت اقصى سرعه للطيار، فاقصى سرعه يبقى اللي على اليمين هيساوي اللي على الشمال. فتعالى بقى نجيب المقاومه، عشان لو جبت المقاومه يبقى انت معاك القوه، فتقدر من هنا تجيب القدره اللي هي هتبقى القوه في السرعه. فانا هروح قايل المقاومه الثانيه هتساوي اهو، هنعمل مقص، فهاخد 240 في 300 تربيع على 200 تربيع، فهيبقى 240 في 300 تربيع على 200 تربيع، هيطلع معاك ب 540 ثقل كيلو جرام. ال 540 دي هي القوه يا جماعه. تعالى بقى انا وانت نجيب القدره، القدره هي عباره عن القوه في السرعه. القوه معاك ب 540، في السرعه معاك اللي هي 300 بس جابها لك بالكيلومتر كل ساعه، فهخليها متر كل ثانيه، فهضرب في 5 على 18. فاللي هيطلع بقى اهو ادي 540 في 300 في 5 على 18، هيطلع معاك ب 45000، بس ده ثقل كيلو جرام متر كل ثانيه. انا عايزها بالحصان، يبقى انا هقسم على 75، فلما تقسم على 75 هتطلع مع سيادتك ب 600 حصان. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ب. بس اللي بعديها بيقول لك قوتان متوازيتان ومتحدة الاتجاه مقدارهما 5 و8 نيوتن بتقسمان في النقطتين أ وب على الترتيب، حيث أ ب بيساوي 39. إذا أضيفت للقوة الأولى قوة أخرى مقدارها ق في نفس الاتجاه، فإن المحصلة هتتحرك 8 وحدات، فإن ق هتساوي. طيب دلوقتي أنا معايا قوتان متوازيتان ومتحدة الاتجاه أهو، آدي الاتجاه الأول آدي الاتجاه الثاني، فالقوة الأولى مع سيادتك ب5 والقوة الثانية معانا ب8. القوة الأولى أثرت في أ، القوة الثانية أثرت في ب، حيث الأ ب ده هو عبارة عن 39 سنتيمتر. طيب سيادتك المحصلة هتبقى بينهم، فهنا هتبقى بالنسبة لنا المحصلة، فلو ده كله ب39 فاحنا ممكن نفرض إن ده بس وده هيبقى 39 ناقص س، هيبقى ساعتها القوة ببعدها عن المحصلة
هتساوي القوة التانية في بعدها عن المحصلة. فهنا هيبقى معاك 5 س هتساوي ادي 8 في 39 هتطلع معاك ب 312 ناقص 8 في س. طلع السالب 8 س بره يبقى 5 س زائد 8 س هتدي لك 13 س. الكلام ده هيساوي 312. اقسم بقى 312 على 13 هيطلع مع سيادتك ان الس بكام؟ ب 24 سنتيمتر. يبقى ده بالنسبه لنا هيبقى ب 24 وده هيبقى 39 ناقص 24 هيدي لك ساعتها 15. قال لك اذا اضيفت للقوه الاولى قوه اخرى مقدارها ق، يعني دي زودت لها قوه مقدارها ق في نفس الاتجاه، فالمحصله هتتحرك 8 وحدات، فهنا ق هتساوي. طب بص يا عمنا، يعني انا هرسم خط العمل تاني اهو، وهنا بالنسبه لنا هيبقى المحصله، بس احنا هنا بقى زودنا ق، يعني هنا هيبقى 5 زائد ق وهنا هيبقى 8. هنا ا وهنا ب وهنا المحصله، بس المحصله اتحركت 8 وحدات تبقى قريبه من القوه الكبيره. يعني همسك 24 اطرح منها 8 دي هتبقى 16، وده المفروض كله ب 39، يبقى الحته دي هتبقى ب 23. زودت انا قوه ق فاتحركت 8 وحدات اهو. هاخد القوه الاولى اللي هي هتبقى 5 زائد ق فبعدها عن المحصله اللي هي 16 هتساوي القوه الثانيه اللي هي 8 بعدها عن المحصله ب 23. فهنا هيبقى 8 في 23 اللي يطلع يقسمه على 16، اللي يطلع يقسمه على ادي لك 11 ونص. يبقى ده معناه 5 زائد ق هتساوي 11 ونص. اعمل ايه في الخمسه دي؟ طلعها بره، يبقى ساعتها هيبقى 11 ونص ناقص 5. هتطلع معاك القوه بكام؟ ب 6 ونص. يبقى القوه ق اللي هنزودها هتطلع مع سيادتك ب 6 ونص. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ا. اللي بعديها بيقول لك الشكل المقابل بيمثل منحنى القوة والزمن، فإن مقدار دفع القوة خلال الفترة الزمنية من 0 ل 5 هتساوي كام؟ طيب هو جاب لك علاقة بين القوة والزمن، فهو عايز يجيب إيه؟ مصطفى هو عايز يجيب الدفع، فخلينا متفقين إن الدفع هو بيساوي تكامل القوة بالنسبة للزمن. فهنا تكامل القوة بالنسبة للزمن يبقى إحنا بنجيب مساحة، فأنا قدامي مساحة شبه منحرف، يبقى الدفع بالنسبة لنا هو مساحة الشبه منحرف اللي هو قدامك ده. فأنا هروح أجيب مساحة الشبه منحرف أهو. فمساحة الشبه منحرف هو نص حاصل ضرب مجموع القاعدتين في الارتفاع، أدي نص حاصل ضرب مجموع القاعدتين، القاعدة الأولى اللي هي 5 زائد القاعدة الثانية اللي هي من أول 2 زائد 5 هيبقى هيدي لك 3، يبقى نص حاصل ضرب مجموع القاعدتين في الارتفاع. فالارتفاع عندك اللي هو هيبقى بكام؟ ب5. 5 زائد 3 8 نص 8 4 4 في 5 بكام؟ ب20. يبقى انا قدرت اجيب الدفع فهيطلع مع سيادتك بكام؟ ب20. بيقول لك في الشكل المقابل ا ب ج د ده مستطيل، ا ب ب1 وب ج كله ب5 متقسم ده 3 وده 2. أثرت القوى الآتية 400 400 300 300، فأنا شايف إن هم بيكافئوا ازدواج. هات لي عزمه. بص أنا عليا الاثنين 400 و400 سهلة أهي، 300 هنحللها. فهنا هيبقى العزم الأول 400 و400 هيمشوا مع بعض عكس عقارب الساعة. في البعد العمودي القوة دي قوة رأسية، يبقى البعد هيبقى أفقي ب2، فهيبقى 400 في 2 هيدي لسيادتك 800. ده هيبقى العزم بالنسبة لك. هل في مشكلة؟ لا تمام. بعد ما جبت العزم بتاع ال 400 تعال نتكلم في العزم بتاع ال 300 العزم التاني. فال 300 دي بالنسبه لنا هتبقى قوه مائله، فانا هروح ماسك ال 300 دي محللها، واحد افقي والتاني راسي. هنا هنحللها واحد افقي والتاني راسي. ده بالنسبه لنا هيبقى عباره عن 300 جتا سيتا، لان ده بالنسبه لنا هو يا جماعه ده بالنسبه لنا هيبقى الجزء اللي معاه الزاويه، فده هيبقى 300 جتا سيتا، وده ساعتها هيبقى 300 جا سيتا. نفس الكلام ده ساعتها هيبقى 300 جتا سيتا، وده ساعتها هيبقى 300 من جا سيتا اهو. فانا عشان اروح هجيب العزم 300 جا سيتا و300 جا سيتا هيمشوا مع بعض ازاي؟ مع عقارب الساعه، يبقى سالب 300 جا سيتا، وهنجيبه الجا سيتا انا وانت كمان شويه. في البعد العمودي القوه دي قوه مالها؟
رأسية يبقى البعد أفقي اللي هو 5. بعد كده هيبقى ال 300 جتا سيتا وال 300 جتا سيتا، دول حضرتك هيمشوا مع بعض ازاي؟ دول هيمشوا مع بعض مع عقارب الساعة، يبقى سالب 300 جتا سيتا في البعد العمودي. القوة دي قوة مالها أفقية، فالبعد هيبقى 1. أنا عايز أجيب جا سيتا وجتا سيتا، الزاوية سيتا دي هتبقى هي الزاوية سيتا دي بالتناظر حرف الإف. فلو أنا فكرت أجيب جا سيتا، ده 3 ده 4 يبقى ده في صوابس 5، يبقى المقابل على الوتر 4 على 5. هروح أجيب جتا سيتا، فالجتا سيتا هتبقى المجاورة على الوتر هيبقى 3 على 5. فأنا هروح شايل جا سيتا وحاطط مكانها 4 على 5، هشيل جتا سيتا واحط مكانها 3 على 5. فانا هيبقى معايا سالب 300 في 4 على 5 في 5 ناقص 300 في 3 على 5 في 1. هتطلع معاك بيه سالب 1380، سالب 1380. فانا عشان اجيب العزم همسك دول اجمعهم بقى، فساعتها هيبقى العزم هيساوي، هاخد السالب 1380 هبدا اجمع عليهم ال 800، فهيطلع معاك بيه 580. يبقى ساعتها هيبقى العزم بالنسبه لك 580، يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ب اللي بعديها. بيقول لك في الشكل المقابل انا معايا كفتا ميزان كتله كل منهما 250 جرام مربوطين بخيط بيمر على بقره صغيره ملساء. إذا وضع في الكفة الأولى جسم كتلته 125 ووضع في الكفة الثانية جسم كتلته 75 وتركت المجموعة لتتحرك من سكون، فإن ضغط الجسم اللي كتلته 75 هتساوي طبعا أنت عايز تجيب ضغط الجسم، يعني عايز تجيب الضغط على الكفة. فتعالى واحدة واحدة كده. أول حاجة ده 250 وده 250، فده لما ينزل هيبقى 250 زائد 125 هتدي لك 375 دان، وده لما ينزل هيبقى 250 زائد 75 هيبقى 325 دان. فال 375 دي هتتحرك لاسفل اهي، ودي ساعتها هتتحرك لاعلى. خلي بالك هنا هيكون في شد وهنا هيكون في شد، فساعتها هيبقى اللي في اتجاه الحركه هيبقى 375 دان ناقص عكس اللي في اتجاه الحركه اللي هو الشد. الكلام ده هيساوي 375 عجله. اللي في اتجاه الحركه اللي هو هيبقى الشد ناقص عكس اللي في اتجاه الحركه 325 دال، الكلام ده هيساوي 325 العجله. فهروح ماسك المعادلتين دول ورايح مجمعهم، فالشد هيروح مع الشد، فهيبقى معاك 325 ناقص 325، فهيبقى معاك 50 دال. لما اجمع دول هيطلع ساعتها معاك بيه 700 جيم. فانا عايز اجيب العجله، فانا عشان اجيب العجله هبدا اقسم، خلي بالك هي بالجرام، فهنا العجله هتساوي كام بقى؟ العجله هتساوي ادي معاك اهو، هيبقى معاك 50 في 980 اللي هي د، الكلام ده مقسوم على 700، فهيبقى معاك ادي 50 في 980 على 700 هتطلع معاك ب 70 سنتيمتر لكل ثانيه تربيع. ده ساعتها هيبقى العجله. انا مش عايز اجيب العجله، بص بقى هو عايز يجيب ضغط الجسم اللي كتلته 75، الضغط على الكفه. فاحنا قلنا الضغط على الكفه كنا بنتعامل معاها بحركه المصاعد، الكتله 75 دي هتبقى صاعده، يبقى انا ساعتها عشان اجيب الضغط هتعامل مع سيادتك على حركه المصاعد اللي هو هيبقى عباره عن ايه بقى؟ الكتله مضروبه في د زائد ج. الكتله معاك بالجرام 75، الدال مع سيادتك ب 980 زائد العجله هتطلع مع سيادتك ب 70، وهو عايز يجيبها بالضين فهتطلع زي ما هي بالضين تبقى 75. الكلام ده مضروب في 980 زائد 70 هتطلع معاك ب 7 8 7 5 0 ضين. ده ساعتها هيبقى الضغط بتاعك، فالاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ج. السؤال الاولاني بيقول لك بيرتكز سلم منتظم وزنه 40 ثقل كيلو جرام باحد طرفيه على حائط راسي املس والطرف الاخر على ارض افقيه خشن، تمام؟ بيقع السلم في مستوى عمودي على الحيطه بيمين على الافق بزاويه د، ماشي. صعد ولد وزنه بيساوي وزن السلم وكان السلم على وشك الانزلاق عندما قطع مسافه
3 على 4 طول السلم، فهنا معامل الاحتكاك هيساوي. طب بص يا عم، ادي ارض افقيه خشنه وادي حائط راسي يملس، وادي بالنسبه لنا هنا هيبقى السلم. فبيقول لك بيرتكز السلم وزنه 40 باحد طرفين، والسلم ده سلم منتظم، يعني الوزن هيأثر في منتصفه الاسفل، فده ساعتها هيبقى الوزن. بيرتكز باحد طرفيه على حائط راسي املس، اهو ادي املس، وعلى ارض افقيه خشنه. فلو ده بالنسبه لنا املس يبقى اوتوماتيك على طول رد الفعل هيبقى عمودي، ولو ده خشن فرد الفعل مجهول الاتجاه، واحد هيبقى عمودي والتاني على حسب اتجاه السلم. قال لك بيقع في مستوى راسي حيث بيميل على الافق بزاويه 45، السلم بيميل على الافق بزاويه 45. صعد ولد وزنه بيساوي وزن السلم وكان السلم على وشك الانزلاق، يبقى السلم هيتحرك لبره، يبقى انا وانت هنحط م س ر 2 لجوه. قطع مسافه 3 على 4 طول السلم، فاحنا هنفرض مثلا ان السلم طوله 2 لام، فده بالنسبه لنا لام وده بالنسبه لنا لام. قطع 3 على 4 طول السلم اهو، ووزن الولا هو وزن السلم، يبقى برضه ب 40. فانا هفرض طول السلم ب 2 لام، يبقى ده ساعتها هيبقى لام وده لام، يبقى ده بالنسبه لنا هيبقى نص لام وده بالنسبه لنا هيبقى نص لام. فانا عايز اروح اجيب م س، اطلع بالمعادلات، اللي فوق هيساوي اللي تحت، يبقى رد الفعل الثاني هيساوي 80، اللي على اليمين هيساوي اللي على الشمال، يبقى رد الفعل الاول هيساوي م س رد الفعل الثاني، ورد الفعل الثاني بكام؟ 80، يبقى رد الفعل الاول هيساوي 80 من م س. تعال نجيب العزم عند ب، يبقى العزم عند ب هيساوي صفر. فلو العزم عند ب هيساوي صفر يبقى ده معناه ان دي ملهاش عزم ولا دي ليها عزم. اللي ليه عزم مين يا جماعه؟ ال 40 وال 40 وراه واحد، فال 40 هتمشي عكس عقارب الساعه يبقى 40. في البعد العمودي ده حضرتك البعد هنا ده هيبقى رأسي، يبقى البعد هيبقى افقي. ده بالنسبه للزاويه مجاور، يبقى الوتر في جهه الزاويه لام جهه 45. ال 40 ايضا هتمشي عكس عقارب الساعه. في البعد العمودي ده هيبقى رأسي، يبقى البعد افقي. ده بالنسبه للزاويه هيبقى مجاور، يبقى الوتر كله اللي هو هيبقى 1.5 لام في جهه 45. راه واحد هيمشي مع عقارب الساعه، يبقى سالب راه واحد. في البعد العمودي القوة دي قوة أفقية، يبقى البعد هيبقى رأسي، ده بالنسبة للزاوية مقابل، يبقى الوتر كله اللي هو هيبقى 2 لام جا 45 هتساوي صفر. اقسم بقى على لام جاتا 45، لام جاتا 45 كده كده جا 45، هي جاتا 45. هيتبقى مع سيادتك هنا كام؟ هيتبقى معاك هنا 40، هنا هيتبقى معاك 40 مضروبة في 1.5 يعني 60، وهنا هيبقى معاك سالب 2 راه واحد، يبقى سالب 2 راه واحد اللي هو هيبقى 80 م س. الكلام ده هيساوي صفر، تمام؟ 40 زائد 60 100 طلع بره، يبقى سالب 160 م س. الكلام ده ساعتها هيساوي سالب 100. اقسم على سالب 160، يبقى هنا هيبقى 100 مقسوم على 160، فهتطلع معاك ب5 على 8. يبقى م س معامل الاحتكاك هيطلع معاك ب5 على 8. آخر سؤال بقى هنتكلم فيه، بيقول لك تتحرك شاحنة كتلتها 2 طن وقدرة المحرك 20 حصان على طريق أفقي بأقصى سرعة 80 كم كل ساعة، فإذا حملت بشحنة وزنها 475 ثقل كيلو جرام، ثم تحركت صاعدة على منحدر بيميل على الأفق بزاوية جيبها 1 على 15، فيوجد أقصى سرعة لها على المنحدر إذا كان مقدار مقاومة المنحدر ضعف مقدار مقاومة الطريق الأفقي. طيب واحدة واحدة كده نشوف أنا وأنت هنتصرف مع سيادتك هنا إزاي. بص يا عمين، أنا معايا شاحنة بتتحرك على طريق أفقي بأقصى سرعة، يبقى أنا بالنسبة لي أدي الطريق الأفقي أهو، ودي بالنسبة لنا هتبقى الشاحنة. هل هي هتتحرك لوحدها؟ أكيد لأ، أكيد هنا في قوة، فالقوة هنا هتقابل مقاومة. فبما ان هي بتتحرك باقصى سرعه يبقى ده معناها ان القوه هتساوي المقاومه. هل في مشكله؟ قال لك قدره المحرك ب 20 حصان وكانت بتتحرك باقصى سرعه، فانت عارف ان القدره هي عباره عن القوه في السرعه، فالقدره معاك ب 20 حصان اضربها في 75 عشان تبقى بالثقل كيلو جرام. القوه ما اعرفش بكام، السرعه ب 80 بس هنخليها بالمتر كل ثانيه، فهنضرب فيه 5 على 18.
فانا هيبقى معايا 20 في 75 هقسمها على 80 في 5 على 18. هتطلع سيادتك القوة ب 67 ونص. القوة اللي هي هتبقى المقاومة بقى ب 67 ونص، وطبعا الوحدة هتبقى بالثقل كيلو جرام. هل ده في مشكلة؟ لا، مصر تمام. قال لك فإذا حملت بشحنة وزنها 475 ثقل كيلو جرام ثم تحركت صاعدة على طريق بيميل على الأفق بزاوية جابها كذا، هات لي أقصى سرعة. بص بقى الحتة اللي جاية دي، إذا كان مقاومة المنحدر ضعف مقاومة الطريق الأفقي، يعني المقاومة اللي بتاعت الطريق الأفقي هتضربها في 2 عشان تجيب مقاومة المنحدر. بص يا عم، ادي برسم معاك الطريق المنحدر معايا اهو. دي بالنسبة لنا هتبقى الشاحنة اهو. فالشاحنة دي من اصلا كتلتها ب 2 طن، فكتلتها ب 2 طن يبقى انت هتضرب في 1000 عشان تخليها بالكيلو جرام. فانا هضرب في 1000 فساعتها هتبقى 2000 كيلو جرام. قال لك الشاحنة دي حملت بشحنة وزنها 475، يعني هنا بالنسبة لك هتبقى الشحنة زيادة على الوزن. يعني هنا هروح مزود هنا 475 مش صار، هتعامل مع الوزن اللي هو كتلة، لأن الوزن بالثقل كيلو جرام فهيبقى كتلة بالكيلو جرام. فده بالنسبة لنا كله هيبقى كاف. ده بالنسبة لنا كله هيبقى إيه؟ هيبقى كاف خلاص. فأقصى سرعة لها أنت طبعا هتبدأ تتحرك صاعدة، فأكيد مش هتتحرك لوحدها، فهنا هيبقى في قاف، وتحت هنا هيبقى في حاجتين، تحليل الوزن والمقاومة. المقاومة هتبقى الأسفل اللي هي بتتحرك لأعلى، زائد تحليل الوزن اللي هو هيبقى كاف د جهي، لأن في زاوية هنا اسمها هي. طيب هو قال لك إن هي صاعدة، بس قال لك صاعدة بإيه؟ بأقصى سرعة، يبقى اللي فوق هيساوي اللي تحت، يبقى القوة هتساوي المقاومة زائد كاف د جهي. ده بالنسبة لنا هيبقى القوة هتساوي المقاومة زائد كاف د جهي. هل في مشكلة في ده؟ لا مصر تمام. تعالى بقى أنا وأنت نعوض، لأن إحنا عايزين نجيب القوة، عشان بعد ما نجيب القوة هنقدر نجيب بقى السرعة، لأن هنستفاد كمان من القدرة للمرة الثانية. فالمقاومة معاك بكام؟ والله هو قال لي المقاومة ضعف مقاومة الطريق الأفقي، يعني حمص ده اضربه في 2، ف 67 ونص لما اضربها في 2 هتطلع مع سيادتك فيها 67 ونص، هضربها في 2 فهدي لك 135 زائد كاف د جهي. طبعا هنا عايز بقى تخليها على طول بالثقل كيلو جرام، كاف د جهي يعني دي بالثقل كيلو جرام. عايز تضرب في 9.8 تضرب في 9.8، وبعد كده سيادتك تعمل ايه؟ تقسمهم على ال 9.8 عشان تحولها لنيوتن، فهي فهنا هيبقى المقاومه زائد الكتله معاك اهي، ادي 2000 زائد 475 في جهه اللي هي هتبقى 1 على 15، فهتبقى 135 زائد 2000 زائد 475 في 1 على 15. هتطلع القوة ب 300 ثقل كيلو جرام. ده ساعتها هيبقى القوة بالنسبة لك. فهنا هيبقى معاك القدرة، عشان بقى اجيب بقى السرعة بقى، قدرة هتساوي القوة في السرعة. فالقدرة معاك بكام؟ القدرة معاك ب 20 حصان، بس أنا هضرب فيه 75. الكلام ده هيساوي القوة اللي هي هتبقى ب 300 في السرعة ما اعرفش بكام. فأنا هيبقى معايا أدي 20 في 75 على 300، صح كده؟ هتبقى القوة معاك بالثقل كيلو جرام واسماش، وهتطلع معاك السرعة بكام؟ ب5. السرعة هتطلع ب5 متر لكل ثانية. دي ساعتها هتبقى السرعة بتاعتك بس. هل في مشكلة؟ سيادتك احنا كده خلصنا معاك النموذج التاسع، تعال نخش على النموذج رقم 10. دلوقتي يا جماعة احنا داخلين نحل معاك النموذج رقم 10، فتعالى كده نسمي الله ونشوفه عندنا ايه. بسم الله. السؤال الاولاني بيقول لك في الشكل المقابل انا عايز اجيب القياس الجبري لعزم القوه 20 جذر 2 بالنسبه للنقطه الف. طبعا زي ما انت شايف القوه دي بالنسبه لنا هي قوه مائله، فانا هروح ماسك القوه دي محللها في اتجاهين متعامدين، واحد افقي والتاني راسي. الافقي هو اللي معاه الزاويه، يبقى ده بالنسبه لنا هيبقى عباره عن 20 جذر 2 في جتا 45، وهنا هيبقى عندك 20 جذر 2 في جا 45. تعالى انا وانت نروح نفكر ازاي ممكن نجيب العزم عند الف. فهبدا اول حاجه بال20 جذر 2 جتا 45 دي، عشان تمشي الالف هتمشي مع عقارب الساعه، يبقى سالب 20 جذر 2
جتا 45 في البعد العمودي. القوة دي بالنسبة لنا قوة أفقية، فالبعد هيبقى رأسي اللي هو هيبقى 1.2. ال20 جذر 2 جا 45 هتمشي عكس عقارب الساعة، يبقى موجب 20 جذر 2 جا 45. الكلام ده مضروب في البعد العمودي، القوة دي قوة رأسية، يبقى البعد هيبقى أفقي اللي هو هيبقى 2/10. فأنا هيبقى معايا سالب 20 جذر 2 في كوزين 45، الكلام ده مضروب في 1.2 زائد 20 جذر 2 في ساين 45، الكلام ده هيكون مضروب في ساين 45 اهو في 2/10. فلما تعملهم هيطلع معاك بيه سالب 20. هو عايز يجيب القياس الجبري يبقى سالب 20 زي ما هي، فالإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم ب. بيقول لك في الشكل المقابل مجموعة القوى المقدرة بالنيوتن بتكافئ الزواج، فإن القياس الجبري العزم للزواج. عايز أجيب القياس الجبري. طيب أولا القوة دي مأخوذة في ترتيب ضرب واحد، 60 100 80. فهو لو بتكافئ الزواج يبقى أكيد 60 على 3 هتساوي ال 100 اللي هي القوة على طول الضلع ب ج، هتساوي 80 على طول الضلع اللي هو الألف ج. يعني أنت سيادتك هتاخد 60 على 3. الكلام ده طبعا هيساوي 20. هو لو أخدت القوة اللي هي 100 على البي ج، هي لو خدت القوة اللي هي 80 على الضلع بتاعها اللي هو هيبقى الألف ج. فأنت لو عايز تجيب البي ج فهيبقى معاك 3 في 100 على 60، هتطلع مع سيادتك إن البي ج ب5، وهنا هتبقى 3 في 180 على 60 هتطلع معاك إن ده ب4. يبقى أنت قدرت تجيب بي ج فطلع معاك ب5، والألف ج طلع مع سيادتك ب4. فهيبقى الميم اللي انت عايز تشتغل عليها هتبقى ب20. طيب لو انا عايز اجيب العزم، فالعزم هيبقى ضعف مساحة الشكل في ميم اهو، ضعف مساحة الشكل. ايه الكلام ده هيكون مضروب فين؟ في ميم. ضعف مساحة الشكل في ميم. دول هيكونوا ماشيين مع عقارب الساعة، وده هيفرق معايا لان هو عايز يجيب القياس الجبري، فدول ماشيين مع عقارب الساعة، يعني ساعتها هيبقى سالب 2. ادي ضعف مساحة الشكل. ده مثلث قائم، يبقى نص القاعدة في الارتفاع، ادي نص القاعدة اللي هي هتبقى 3 في الارتفاع اللي هو هيبقى 4 بعيد عن الوتر خالص اللي هو 5 في ميم اللي هو هيطلع مع سيادتك ب20. فهنا السالب 2 مع الاتنين مع السلامة، فهيبقى 3 في 4 في 20، 3 في 4 في 20 وقبليها إشارة سالبة يبقى سالب 240. هنا بقى عايزك تخلي بالك من حاجة، لو انت ما خدتش بالك ان هم ماشيين مع عقارب الساعه كنت اخترت 240، فكنت اخترت الاجابه رقم ب، ودي اجابه مش سليمه. انا الاجابه المثاليه بتاعتي هي الاجابه رقم ا. بيقول لك في الشكل المقابل ح هي محصله القوتين المتوازيتان اللتان مقدارهما 3 ق وق، دول ماشيين في عكس الاتجاه. ا ج ب7، عايز اجيب الالف ب، فانا هفرض ان الالف ب مثلا بس، فهاخد القوة الأولى ببعدها على المحصلة هتساوي القوة الثانية ببعدها على المحصلة. القوة الأولى اللي هي هتبقى 3 ق فبعدها على المحصلة اللي هو هيبقى 7. الكلام ده هيساوي القوة الثانية اللي هي هتبقى ق فبعدها على المحصلة اللي هي هتبقى 7 زائد س. وسيادتك اقسم على ق، اقسم على ق، فهيبقى 3 في 7 ب21. الكلام ده هيساوي 7 زائد س. طلع ال7 بره بعكس الإشارة، فهيبقى 21 ناقص 7 هيطلع مع سيادتك إن السين بي 14 سنتيمتر. يبقى ده بالنسبة لنا ب 14 اللي هو هيبقى طول الألف ب، فالإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم ب. بيقول لك صعد رجل وزنه 72 ثقل كيلو جرام طريق بيميل على الأفق بزاوية جيبها ربع، فقطع مسافة 100 متر، فإن التغير في طاقة الوضع. دلوقتي أنا معايا مستوى مائل وأنا معايا هنا رجل، الرجل ده هو قال لك إن وزنه ب 72 خلاص، فهو قال لك إن هو صاعدا الطريق ده. طب الطريق ده اللي هو صعده كانت المسافة بتاعته 100 متر، قال لك بيميل على الأفق بزاوية جيبها أهي، يعني أنا هفرض الزاوية جيبها 1/4، يبقى ده معناه اللي جاي ب1/4. هو عايز يجيب التغير في طاقة الوضع. خلينا متفقين إن التغير في طاقة الوضع كان بيساوي سالب الشغل، وعشان هو طالع وده عكس اتجاه الحركة
فسالب في سالب بموجب، يعني التغير في طاقة الوضع هيساوي الشغل المبذول. طب مين الشغل؟ الشغل هو القوة في المسافة. طب مين القوة؟ قوة الوزن، وده المستوى ده مستوى ماء، فقوة الوزن اللي هي هتبقى ك د ج ه مضروبة في المسافة. فكاف د الكتلة، هو طبعا خلينا متفقين ان الوزن ده لو بالثقل كيلو جرام فهو بيتعامل معاملة الكتلة بالكيلو جرام. الدال اللي هي 9.8، الجاه اللي هي هتبقى 1/4 في المسافة اللي هي هتبقى 100، واعملهم كلهم على الآلة، فهيبقى 72 في 9.8 في 1/4. الكلام ده مضروب في 100 هيطلع معاك بالجول، فهيبقى معاك 17640، والوحدة بتاعت سيادتك هي وحدة الجول. فالإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم ب. اللي بعديها يقول لك إذا كان متجه موضع جسم يعطي كدالة في الزمن بالعلاقة الآتية، فإن متجه الإزاحة تساوي. إحنا خلينا متفقين إن متجه الإزاحة هو متجه الموضع النهائي ناقص متجه الموضع الابتدائي. فمتجه الموضع النهائي هو اللي جابه لك في راس السؤال من أصلا، اللي هو هيبقى ه أس 2 ن زائد 1، ده متجه الموضع النهائي ناقص متجه الموضع الابتدائي، يعني هنعوض عن النون بصفر. فلما تعوض عن النون بصفر فهيدي لك ه أس 1. سيادتك هتروح اخد لنا هي عامل مشترك، يعني اكنك هتمسك ده تقسمه على ه. فلما تقسم على ه الواحد هيروح مع الواحد فهتبقى 2 نون، ولما تاخد هي عامل مشترك هيتبقى 1. يبقى الاجابه بتاعتك هي الاجابه رقم د. ده اللي بعديها بيقول لك ا وب وج ود دول نقاط تقع على مستقيم لام. أثرت القوة، بس القوة بتوازي المستقيم، فهنا 3 كان 3 العزم عند أ زائد 2 عزم عند ب بيساوي 30. فهنا ده هيساوي، بص يا عم دلوقتي أنا معايا خط عمل القوة اهي، وكانت القوة دي يا جماعة بتوازي المستقيم لام. فأنت معاك النقطة أ والنقطة ب والنقطة ج والنقطة د، دول بيقعوا على المستقيم. فلو كانت القوة بتوازي المستقيم يبقى ده معناه إن العزم عند أ هيساوي العزم عند ب، هيساوي العزم عند ج، هيساوي العزم عند د. طول ما ده بيوازي ده يبقى العزوم هتساوي بعض، يبقى ده معناه ان العزم عند ا هيساوي العزم عند ب، هيساوي العزم عند ج، هيساوي العزم عند د، هيساوي قيمه مثلا اسمها س. فانا هروح شايل العزم عند ا وحاطط مكانها س، يبقى 3 س. هروح شايل العزم عند ب وحاطط مكانها س، يبقى 2 س. الكلام ده هيساوي 30. 3 س زائد 2 س 5 س هتساوي 30. فلما تروح تقسم لها على 5 هتلاقي ساعتها ان السين هتطلع مع سيادتك ب6. فانت طلعت السين ب6، يعني ده معناه ان العزم عند كل واحد فيهم هيطلع ب6. فانت عايز تجيب 3 العزم عند ا، يعني اكنك عايز تجيب 3 في 6، ناقص 2 العزم عند ب، يعني ناقص 2 في 6، زائد العزم عند د اللي هو ب6. 3 في 6 ب 18 ناقص 2 في 6 ب 12 زائد 6. فهنا هيبقى معاك ده هيبقى 18 ناقص 12 6، 6 زائد 6 ب 12. يبقى العزم هيطلع معاك ب 12. يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم أ. بيقول لك أنا عايز أجيب محصلة القوى في الشكل المقابل له. أنت معاك ق وق، ده طبعا حققوا ازدواج، ق وق حققوا ازدواج، دي 40 دي 50، يبقى دي ساعتها هتبقى متممه 40 90، يبقى دي متممه 50. ممكن نسمي انا وانت المثلث ده احنا هنسميه ا ب ج. تعال نجيب العزم بتاع القاف والقاف دي اهو. فهنا هيبقى العزم عامه عشان هم قال لك بيحققوا ازدواج، القاف والقاف هيمشوا مع بعض مع عقارب الساعه، يبقى سالب قاف. البعد هنا بالنسبه لنا هو بعد هنا قوه افقيه، فالبعد هيبقى رأسي ا ب. القاف والقاف هيمشوا مع بعض دول عكس عقارب الساعه، يبقى موجب قاف. القوه دي قوه رأسيه، يبقى البعد الافقي هيبقى ب ج. فانا رحت مقرر ان انا اخد القاف عامل مشترك، فلما تاخد القاف عامل مشترك هيتبقى هنا معاك ب ج. الكلام ده ناقص الالف ب، ب ج ناقص الالف ب. هل انت معاك ب ج؟ لا. هل معاك الالف ب؟ لا. بس انا عايز اقول لك على حاجه، معلومه احنا كنا بناخدها معاك في اعدادي، دايما اكبر زاويه هتقابل اكبر ضلع، فده مثلث قائم، فاكبر زاويه اللي هي 90 هيبقى اكبر ضلع اللي هو الوتر. طب اللي بعديها هيبقى الزاويه اللي هي 50، يعني ده معناه ان الضلع اللي هو ب ج
هيبقى اكبر من الضلع ا ب، لان ده هيقابل 50 انما ده هيقابل 40. فده معناه ان الضلع ب ج هيكون اكبر من الضلع ا ب. فهو بيقول لك ب ج ناقص ا ب، يبقى ده هيبقى اكبر من ده. فلو ده اكبر من ده يعني الجزء ده هيبقى جزء يا جماعه، الجزء ده من السطح هيبقى جزء موجب. فده معناه ان العزم بالنسبه لنا هيبقى عزم قياسه الجبري او قيمته هتبقى قيمه مالها؟ قيمه موجبه. فبناء عليه هل هي متزنه؟ لا. هل هتكافئ قوه؟ لا. هتكافئ ازدواج القياس الجبري العزم موجب، فعلا هتكافئ ازدواج العزم بتاعه هيبقى موجب. اللي بعديها يقول لك طائره هليكوبتر كتلتها 4 طن وقوه المحرك بتاعها 3 ثقل طن بتتحرك رأسيا لأسفل ضد مقاومة كالآتي، فإن الشغل المبذول بواسطة القوة المحصلة هتساوي. عايز أجيب الشغل المبذول. طيب دي بالنسبة لنا طائرة، لو أنت فاكر في حاجتين ثابتين دايما مع الطائرة، إن دايما الوزن هيبقى الأسفل، ودايما أنت بتحاول تأثر عليها بقوة الأعلى. مين اللي بيتغير؟ اللي بيتغير هيبقى المقاومة. هو قال لك إن الطائرة دي بتتحرك لإيه؟ لأسفل. فلو هي بتتحرك لأسفل يبقى ده معناها ان المقاومه هتبقى الاعلى. طب هي بتتحرك لاسفل بحركه منتظمه، انت بتتكلم هنا مستر اللي قال لك عايز اجيب الشغل المبذول بواسطه القوه المحصله. فالشغل المبذول هيبقى عباره عن القوه في المسافه. مين القوه؟ اللي في اتجاه الحركه ناقص عكس اللي في اتجاه الحركه مضروب في المسافه. هو قال لك ان هي هتتحرك لاسفل، فاللي في اتجاه الحركه اللي هو الوزن ناقص عكس اللي في اتجاه الحركه القوه ناقص عكس الاتجاه الحركه المقاومه. ايه الكلام ده مضروب في المسافه. فانا هروح اجيب الشغل، فالشغل هيساوي الوزن معاك ايه؟ الوزن اللي هو هيبقى الكتله بتاعتك. الكتله هنا بالطن ينفع، فهمسك الاربعه اضربها في 1000 عشان اخليها بالكيلو جرام، واضربها في 9.8 عشان اخليها بالنيوتن. القوه معاك ب 3 ثقل طن، لا يا عم انا همسك اضربه في 1000 عشان اخليها 3 ثقل كيلو جرام، بعد كده هروح اضربه في 9.8 عشان اخليها بالنيوتن. ناقص المقاومه. المقاومه معاك ب 750، انا هعمل ايه في ال 750؟ برضه همسك ال 750 هروح ضاربها في 9.8 عشان اخلي كل ده بالنيوتن. كل ده من السطح هيبقى القوه مضروب في المسافه، المسافه بالمتر، ادي المسافه هتبقى 100. هيطلع ساعتها معاك الشغل بالجول. فانا هيبقى معايا اهو ادي 4 مضروبه في 1000 مضروبه في 9.8 ناقص 3 مضروب في 1000 مضروب في 9.8 ناقص 750 مضروبه في 9.8. اقفل القوس، الكلام ده مضروب في 100. هيطلع معاك 2 4 5 3 اصفار جول. هيطلع معاك 245 من 1000 جول. هل ده موجود في الاختيارات؟ لا، هو موجود 200 موجود 24500. خلاص امسك ده اقسمه على 9.8 هتطلع ساعتها معاك 2500 ثقل كيلو جرام في متر. يعني الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ج. لو انت مسكت ده وقسمته على 9.8 يبقى الاجابه المثاليه بالنسبه لنا هي الاجابه رقم ج. بيقول لك قسمت القوتان بوحده مقدره بالنيوتن على جسم الفتره زمنيه، فإن الدفع هتساوي. طب تعالى انا وانت نجيب المحصله. جمع قاف 1 وقاف 2. ف1 زائد 2 في الاتجاه السين يبقى 3 في اتجاه السين. 5 وسالب 1 يبقى 4 في اتجاه الصاد. 7 ناقص 2 هيبقى 5 في اتجاه العين. امسك المحصله دي هات لي المعيار. فهيبقى الجذر التربيع س تربيع زائد صاد تربيع زائد عين تربيع. 3 تربيعها 9، 4 تربيعها 16، 5 تربيعها 25. فهيبقى الجذر التربيعي ل9 زائد 16 زائد 25 هتدي لسيادتك 5 جذر 2 نيوتن. ده بالنسبه لنا هيبقى المحصله. فانت عايز تجيب الدفع. الدفع هيبقى القوه في الزمن، يعني المحصله اللي انت جبتها اللي هي 5 جذر 2 مضروبه في الزمن. هو قال لك لفتره زمنيه 2 ثانيه يبقى الزمن ب2. ف5 جذر 2 لما اضربها في 2 هتدي لسيادتك 10 جذر 2. فالاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ب. بيقول لك اذا كان القياس الجبري لازاحه جسم يتحرك في خط مستقيم يعطي بالعلاقه الاتيه، فان معيار سرعه الجسم عندما تنعدم العجله، وعايز يجيب السرعه لما العجله بصفر. طيب احنا هنشتق عشان نجيب السرعه، فهنا هيبقى 3 ن تربيع
ناقص 12 نون زائد 9. ده بالنسبه لنا السرعه. فانت عايز تجيب السرعه، فاحنا محتاجين نجيب النون الاول. فهو قال لك هات السرعه عندما تنعدم العجله. فاحنا هنروح مشتقين عشان نجيب العجله اهو. ادي 6 نون ناقص 12. هروح اخد العجله مساويه بالصفر. ف6 نون ناقص 12 هتساوي صفر. لما اطلع واقسم هتلاقي ان النون ب2. كلام جميل قوي. يعني انت هتروح تجيب السرعه لما النون ب2. فهنا هتلاقي السرعه هتساوي، هيبقى معايا 3 في 2 تربيعها 4 ناقص 12. الكلام ده مضروب في 2، الكلام ده زائد 9. فهنا هيبقى معاك 12 ناقص 24 زائد 9. فلما تعملهم على الآلة هتطلع معاك ب سالب 3. يبقى السرعة عندما تنعدم العجلة هتطلع مع سيادتك ب سالب 3. يبقى الإجابة هي الإجابة رقم ب. ده لو عايز يجيب القياس الجبري. استنى بقى، هو عايز يجيب المرة دي الايه؟ المعيار. فالمعيار يبقى انا وانت على طول هنهمل الاشاره السالبه، فهتطلع مع سيادتك ب 3 عشان المعيار. طب انا ما خدتش بالي من كلمه معيار، اختار السالب 3 على طول. خلاص؟ اللي بعديه بيقول لك في الشكل المقابل اذا كان ا ب قديم متزن يعني المحصله بصفر والعزم عند اي نقطه هيساوي صفر. فهنا ق ناقص ك هتساوي المحصله بصفر، يعني اللي فوق هيساوي اللي تحت. فلو اللي فوق هيساوي اللي تحت يبقى ده معناه ان ق زائد ك هتساوي اللي تحت. مجموع اللي تحت 15 زائد 2 12 هيدي لك 27. العزم عند اي نقطه هيساوي صفر، فانا هروح اجيب العزم عند ا. يبقى العزم عند ا هيساوي صفر. يبقى ده معناه ان القوه دي مش هيبقى ليها عزم، اللي هيبقى ليها عزم هم دول. فال 15 هتمشي عكس عقارب الساعه يبقى 15 في 6. ال 12 هتمشي عكس عقارب الساعه يبقى 12 في البعد العمودي ب 15. الكاف هتمشي مع عقارب الساعه يبقى سالب كاف في البعد العمودي اللي هو هيبقى 15 زائد 12 27 هتساوي صفر. فهنا هيبقى معاك 15 في 6 زائد 12 في 15 هتطلع مع سيادتك ب 270. طلع ده بره بعكس الاشاره هتساوي 27 كاف. فلما تقسم على 27 هتلاقي ان الكاف هتطلع مع سيادتك ب 10. طب انت طلعت الكاف ب 10، طلع ده بره يبقى 27 ناقص 10 يبقى القاف ب 17 والكاف ب 10. هو عايز يجيب ايه؟ ق ناقص كاف، يعني 17 ناقص 10. ف 17 ناقص 10 هتطلع مع سيادتك ب7. يبقى الاجابه رقم ب. بيقول لك اذا تحرك جسم في خط مستقيم من السكون من نقطه ثابته وكانت العجله بتساوي 6 نون ناقص 9 حيث نون الزمان بالثانيه، فإن الإزاحة الحادثة خلال ال4 ثواني الأولى. فأنت عايز تجيب الإزاحة. طب تعال نجيب السرعة الأول وبعد كده نكمل عشان نجيب الإزاحة. فأنا عشان أجيب السرعة يبقى أنا هكامل العجلة بالنسبة للزمن. يبقى تكامل 6 نون ناقص 9 بالنسبة لنون. فأنت لما تيجي تكامل زود على القص 1 واقسم على القص جديد، فهيبقى 3 نون تربيع ناقص 9 نون. الكلام ده زائد ثابت التكامل. هو قال لك ان الجسم اتحرك من سكون، يعني انا هروح معوض وكان السرعه الابتدائيه متحرك من سكون، فالسرعه بصفر والنون بصفر، يبقى ده معناها ان الثابت هيبقى بصفر. يبقى ده معناه ان السرعه هتساوي 3 نون تربيع ناقص 9 نون. ده بالنسبه لنا هنا هيبقى السرعه. ما بعد ذلك هو عايز يجيب الازاحه. فانا عشان اجيب الازاحه فالازاحه هو تكامل السرعه اللي هو هيبقى 3 نون تربيع ناقص 9 نون بالنسبه لنون. والتكامل تكامل محدد، هو قال لك خلال ال4 ثواني الاولى، يعني من اول 4 لغايه 0. فانا هيبقى معايا تكامل ادي 3 نون تربيع ناقص 9 نون حدود التكامل من 4 ل0 هتطلع مع سيادتك ب سالب 8. يبقى الازاحه بسالب 8. يبقى انا على طول اختار الاجابه رقم ج. بيقول لك في الشكل المقابل أ م بيساوي ن ب بيساوي 20، يعني أ م دي ب 20 سم ونون ب ب 20 سم وم ن ب 60. يبقى ده معناه ان الأ ب كلها 100. أصبت مجموعة من القوى بتكافئ ازدواج. قال لك القياس الجبري العزم الازدواج المحصل ب 3600، فإن مقدار ق هتساوي. طيب واحدة واحدة كده. سيادتك ال 40 جذر 3 وال 40 جذر 3 دول حققوا ازدواج، فانا هجيب العزم بتاعهم. فهنا هيمشوا مع بعض عكس عقارب الساعه. يبقى هنا هيبقى 40 جذر 3 في
البعد العمودي. خلينا متفقين ان القوه دي قوه راسيه. بص كده، القوه دي بالنسبه لنا هي قوه مالها؟ قوه راسيه اهو. فانت هيبقى البعد العمودي بتاعك هيبقى بعد ايه؟ افقي. البعد العمودي اهو هو بعد افقي يا جماعه، ده هيبقى البعد العمودي بالنسبه لي. طب انا عشان اجيب البعد العمودي ده هجيبه انا وانت ازاي؟ واحده واحده كده. الزاويه دي 30، شايف الزاويه دي؟ فالزاويه دي هتبقى خطي، هتبقى هي الزاويه دي بالتقابل بالراس، يبقى ده ب 30. فانا هروح اجيب البعد العمودي بقى، فانا هسال نفسي ده بالنسبه للزاويه ايه؟ هتقول لي مجاور. يبقى الوتر كله اللي هو الالف ب اللي هي 100 في جتا 30، يبقى هنا هيبقى 100 مضروبه في جتا 30، ده ساعتها هيبقى الاولاني. طيب امسح بقى ده بقى، تعال نخش انا وانت على القاف والقاف اهو. فالقاف والقاف هيمشوا مع بعض ازاي؟ مع قائب الساعه، يبقى سالب قاف في البعد العمودي. المره دي بقى القوه دي قوه مالها يا جماعه؟ اهي المره دي القوه دي قوه مالها؟ افقيه اهو. المره دي القوه دي بالنسبه لنا هي قوه مالها؟ افقيه. فالبعد هنا هيبقى راسي، ده هيبقى البعد بالنسبه لنا. البعد هنا هيبقى راسي وما زالت الزاويه دي ب 30، فده بالنسبه للزاويه مقابل. بس الوتر بقى المره دي ممنون اللي هو هيبقى 60، ف60 في جهه 30. الكلام ده هيساوي العزم بتاع الازواج بتاعك اللي هو هيبقى 3600. فانا هيبقى معايا 40 جذر 3 في 100 في قوسين 30، هتطلع مع سيادتك ب 6000 ناقص 60 في جهه 30 قاف، يبقى ناقص 30 قاف. الكلام ده هيساوي 3600. طلع ده بره، يبقى 3600 ناقص 6000 هتطلع معاك ب 2400، يبقى سالب 30 قاف هتساوي سالب 2400. اقسم بقى على سالب 30 هتطلع معاك ان القوه ب 80. يبقى انا قدرت اجيب القوه فهتطلع مع سيادتك ب 80. فالاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ج. اللي بعديها بيقول لك الشكل البياني المقابل بيوضح العلاقه بين القوه والازاحه. فالقوه والازاحه، فانا عايز اجيب النسبه بين الشغل المبذول من 0 ل 20 متر الى الشغل المبذول من 0 ل 30 متر. طيب من 0 طبعا قوه وازاحه يبقى الشغل يبقى تكامل، يبقى احنا هنجيب مساحه. فمن 0 ل 20 ده مساحه شبه منحرف، ومن 0 ل 30 هتبقى مساحه شبه منحرف ناقص مساحه المثلث ان هو اسفل محور السينات. يعني انت هتروح تجيب اهو الازاحه من اول 0 لغايه 20 على الازاحه من اول 0 لغايه 30 اهو. يلا بينا. الازاحه من 0 ل 20 فهتبقى مساحه الشبه منحرف، فهيبقى نص حاصل ضرب مجموع القاعدتين في الارتفاع. القاعده الاولى اللي هي هتبقى 20 زائد القاعده الثانيه اللي هي هتبقى 10 في الارتفاع اللي هو هيبقى 30. ده ساعتها مساحه الشبه منحرف اللي فوق. من 0 ل 30 هتبقى مساحه الشبه منحرف اللي هو نص حاصل ضرب مجموع القاعدتين اهم، هيبقى 20 زائد 10 في الارتفاع 30 ناقص مساحه المثلث اللي تحت هتبقى نص القاعده في الارتفاع. ادي نص القاعده اللي هي من 20 ل 30 هتبقى 10 في الارتفاع اللي هو هيبقى 30. واعملهم على الآلة، هيبقى معاك هنا اهو ادي نص 20 زائد 10 30، يبقى نص في 30 في 30. نص في 30 في 30 اهو. ده ساعتها هيبقى البسط. المقام هيبقى معاك نص في 30 في 30 ناقص نص في 30 في 10، نص في 30 في 10 هيطلع مع سيادتك 3 على 2. ف3 على 2 دي ساعتها هتبقى النسبه بتاعتك، وهتبقى نسبه موجبه ما فيهاش مشكله. فالاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ا. يقول لك إذا أثرت القوى المستوية في النقط الآتية على الترتيب وكانت المجموعة القياسات الجبرية لعزوم القوى حول نقطة الأصل. فخلي بالك هو قال لك إن القوة دي مستوية، بس قبليها قال لك إن هي مالها متوازية. فتعال نفكر إن إحنا بقى نفكر نجيب اللام والكاف. فلو هما متوازية يبقى أنا هنعمل إن س على س بتساوي ص على ص بتساوي ع على ع. خد القوة الأولى مع القوة الثانية أهو. القوة الأولى مع القوة الثانية، أدي القوة الأولى بتوازي القوة الثانية، عشان الكلام ده هنمسحه بعدين. فالقوة الأولى بتوازي القوة الثانية، يبقى أنا هاخد س على س هو 2 على لام هتساوي ص على ص اللي هو هتبقى -1 على 3.
س على س هتساوي ص على ص. فانت لما تيجي تعمل مقص يبقى اللام هتساوي 2 في 3 على -1، يبقى اللام هتطلع بسالب 6. خد لي القوة الأولى بتوازي القوة الثالثة، فالقوة الأولى هتوازي القوة الثالثة، يبقى أنا هاخد س على س هو 2 على -4 هتساوي ص على ص اللي هو هيبقى -1 على ك. يبقى الكاف هتساوي -4 في -1 على 2، يعني 4 على 2 فيها ال2. فأنا طلعت اللام بسالب 6 والكاف ب2. عوض بقى. فاللام طلعت بسالب 6، يبقى ده ساعتها هيبقى -6 في اتجاه س. والكاف طلعت ب2، يبقى 2 في اتجاه الصاد. هنا هيبقى -6 على سالب لام على 2، سالب في سالب وموجب، ف6 على 2 فيها 3. هنا هيبقى -6 على 3 فيها -2، وهنا هيبقى سالب كاف على 2، فسالب 2 على 2 فيها -1. 2 كاف يعني 2 في 2 ب4، يعني 4 و0. انا شايف ان احنا كده ظبطنا كل حاجه تتوقع ان احنا نجيبها في اللام والكاف. تعالى بقى، هو قال لك ان المجموعه دي مالها؟ قال لك المجموعه دي بتكافئ ازدواج، او المجموعه دي عايز اجيب العزم بتاعها حول النقطه الاصل. فدي يا جماعه مساله احنا حلينا شبهها في كل النماذج يعتبر ما عدا النموذج اللي فات. بنعمل ايه؟ انا هدي لك الطريقه واسيبك انت تكملها بقى. فانا بيبقى معايا هنا القوه الاولى اهي، فالقوه الاولى اللي هي بالنسبه لنا هتبقى 2 وسالب 1، فالقوه دي اثرت في النقطه ا، انت طلعت الكاف بكام؟ كاف جت ب2 يعني 3 و2، فهيبقى معاك النقطه ا هتبقى عباره عن 3 و2. وهيبقى معاك القوه الثانيه اللي هي هتبقى ق2 اللي هي هتبقى -6 و3، ودي اثرت في النقطه ب اللي هي هتبقى -2 وسالب 1. وهيبقى معاك القوه الثالثه اللي هي بالنسبه لنا هتبقى ق3، فالقوه الثالثه اللي هي هتبقى -4 و2 اثرت في النقطه ج اللي هي هتبقى 4 و0. فهو عايز يجيب ايه بقى؟ هو عايز يجيب العزم حول النقطه الاصلي. انا عايز اجيب العزم عند واو، فانا هجيب العزم عند واو ازاي؟ او هقول واو ا ضرب اتجاه ق1، او هقول واو ب ضرب اتجاه ق2، او هقول واو ج ضرب اتجاه ق3، وبعد كده ابدا اجمعهم مع واحده تطلع بالعزم -11. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم د. ده ساعتها هيبقى العزم حول النقطه الاصلي. بيقول لك في الشكل المقابل انا معايا جسم كتلته 4 كيلو جرام موضوع عند قمه مستوى ماء الامس، بيصنع مع الافق زاويه قياسها 30. انزلق الجسم في اتجاه خط اكبر من المستوى الاسفل، فاصبحت طاقه الوضع بتساوي طاقه الحركه بعد مرور ثانيتين من بدايه الحركه. فان ارتفاع المستوى لام هتساوي، عايز اجيب ارتفاع المستوى. طيب شوف انا وانت هنتصرف ازاي. اولا لو احنا افترضنا ان الجسم ده عند ا، فانت وبعد كده بعد 2 ثانيه وصل هنا بقى عند النقطه ب، فبناء عليه هيبقى طاقه الحركه عند ا زائد طاقه الوضع عند ا، بعد ثانيتين يبقى طاقه الحركه عند ب زائد طاقه الوضع عند ب. مجموع طاقتي الحركه والوضع عند نقطه ما هتساوي مجموع طاقتي الحركه والوضع عند نفس النقطه. طيب عند ا مش هيكون لي طاقه حركه لان هو لما ينزل هينزل من سكون، لكن هيكون لي طاقه وضع هنبدا انا وانت نتصرف عليها. ادي طاقه الوضع عند ا هتساوي، هو قال لك بقى بعد ثانيتين، يعني لما وصل لب كان طاقه الوضع عند طاقه الوضع هي طاقه الحركه بعد ثانيتين. يعني انا ممكن اشيل طاقه الوضع واحط مكانها طاقه الحركه، يعني هنا هشيل ده واحط مكانها طاقه الحركه عند ب، يعني الكلام ده هيدي لك 2 من طاقه الحركه عند ب. وتعالى بقى انا وانت نبدا نعوض ونشوف هنوصل ليه. طاقه الوضع هي ك د في لام، الكتله مع سيادتك ب4، الدال معاك ب9.8 في لام اللي انت عايز تجيبها هتساوي 2. طاقه الحركه عند ب ادي نص الكتله اللي هي 4 في مربع السرعه. انا بقى محتاج اجيب مربع السرعه اللي هي هتبقى ع تربيع. ده ايه يا جماعه؟ عايز اجيب مربع السرعه بعد كام ثانيه؟ ثانيتين. خلينا متفقين ان الجسم ده هيسقط ما هيبدا يتحرك من سكون، يعني السرعه الابتدائيه هتبقى بصفر. بعد ثانيتين يبقى انا معايا النون ب 2 ثانيه. انت عايز تجيب ايه؟ قال لك انا عايز اجيب السرعه بعد ثانيتين، فمين اللي ناقص تجيبه؟ هو العجله. المستوى ده مستوى املس والجسم ده انزلق، يبقى على طول العجله هتبقى عباره عن د ج اهي، دي معروفه دي. فالعجله اهي ب9.8.
الكلام ده مضروب في جهه هي اللي هي هتبقى جهه 30. ف9.8 في جهه 30 هيدي لك 4.9. فانت كده معاك السرعه الابتدائيه ومعاك الزمن ومعاك العجله. انا عشان اجيب السرعه النهائيه يبقى انا هكتب القانون الاولاني. فالسرعه النهائيه هتساوي السرعه الابتدائيه زائد العجله الزمن. السرعه الابتدائيه بصفر، العجله هتبقى 4.9 في الزمن اللي هو هيبقى 2، فهيدي لك 9.8. دي هتبقى السرعه. فهنا هيبقى السرعه تربيع يعني 9.8 تربيع. ادي 9.8 تربيع. تعال نظبطوا حساباتنا بقى علشان نجيب اللام اللي هو هيبقى ارتفاع المستوى. هيبقى 2 في نص شكرا، يبقى هنا 4 في 9.8 تربيع على 4 في 9.8. هيطلع معاك الارتفاع ب9.8. يبقى الارتفاع ب9.8 ده هيبقى ارتفاع المستوى. خلاص اللي بعديها بيقول لك في الشكل المقابل انا معايا سداسي منتظم طول ضلع ب10، اثرت القوى الاتيه. راح في الاخر قال لك ايه اللي حصل فيها؟ اتزنت. يعني ايه اتزنت؟ يعني مجموع العزوم هتبقى بصفر. ق ازدواج 3 ازدواج 8 جذر 3 ازدواج. وهو قال لك ان السداسي طول ضلعه بكام؟ ب10. فتعال نتكلم معاك اول حاجه في العزم بتاع ال3 وال3. فال3 وال3 هيمشوا مع بعض عكس عقارب الساعه. القوه اثرت في طول الضلع، يبقى البعد العمودي هو طول القطر الثانوي اللي هو هيبقى 10 جذر 3. القاف والقاف هيمشوا مع بعض عكس عقارب الساعه، يبقى الكلام ده ايضا موجب قاف. في البعد العمودي القوه هنا بالنسبه لنا اثرت في طول الضلع، يبقى البعد العمودي هيبقى طول القطر الثانوي. ده بالنسبه لنا هيبقى طول البعد العمودي بتاعك، فهيبقى ايضا 10 جذر 3. القوه اللي بعديها اللي هي هتبقى ال8 جذر 3 وال8 جذر 3 دول هيمشوا مع بعض ازاي؟ مع عقارب الساعه، يبقى -8 جذر 3. في البعد العمودي القوه هنا اثرت في طول القطر الثانوي، يبقى البعد العمودي طول الضلع اللي هو 10. ايه الكلام ده؟ في الاخر هيساوي 0. فقاف في 10 جذر 3 هتدي لك 10 جذر 3 قاف. جمع دول وطلعهم بره بعكس الاشاره. يعني هنا هيبقى 3 في 10 جذر 3 30 جذر 3 ناقص 8 جذر 3 في 10 يبقى 80 جذر 3. تطلع بالسالب، طلع بره يبقى 50 جذر 3. اقسم بقى على 10 جذر 3 هيطلع مع سيادتك ان القوه في الاخر بكام؟ ب5. يبقى القوه ق اللي عايزين نشتغل عليها هتطلع ب5، يعني الاجابه بتاعتنا هتبقى الاجابه رقم ب. اللي بعديها بيقول لك انا معايا قطر كتلته 375 طن وقدره المحرك بتاعته 625 حصان، بيتحرك على ارض افقيه باقصى سرعه، فإن المقاومه اللي هيلاقيها كل طن من الكتله. طيب سيادتك انا معايا طريق افقي اهو وانا معايا قطر. فالقطر ده قال لك بيتحرك افقيا، هيتحرك لوحده؟ لا، اكيد في قوه، وهنا هيكون في ايه؟ اكيد في مقاومه. خلي بالك عشان هو قال لك اتحرك باقصى سرعه، يبقى ده معناها ان القوه هتساوي المقاومه. قال لك ان قدره المحرك بده، فانا وانت عارفين ان القدره هتساوي القوه في السرعه. فانا معايا القدره ب 625 حصان. لا يا عم، تعالى نضربه في 75 علشان نخلي هنا القوه اللي احنا عايزين نجيبها بالثقل كيلو جرام. السرعه لازم تبقى بالمتر لكل ثانيه، يبقى انا همسك ال90 ابدا اضربها في 5 على 18. فانا هيبقى معايا ادي 625 في 75 على 90 في 5 على 18. هيطلع مع سيادتك القوه بالثقل كيلو. القوه بقى تبقى هي المقاومه هتبقى ب 1875 ثقل كيلو جرام. ده بالنسبه لنا هيبقى المقاومه. هو مش عايز يجيب المقاومه، هو عايز يجيب المقاومه لكل طن، المقاومه الجزئيه. خلاص يا عم، خد المقاومه كلها زي ما احنا عارفين وبنقسمها على الكتله. خد ده واقسمه على 375 اهو. يبقى انا هاخد ده اقسمه على 375 هيطلع معاك ب5 ثقل كيلو جرام لكل طن من الكتله. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ج. تعالى بقى نخش على الاسئله المقاليه. بيقول لك في الشكل المقابل ا ب ج د متوازي اضلاع فيه. قياس زاويه ا ب 30 والالف ب ب 18، يبقى ده 18، ا د ب 20 يبقى ده ب 20. اثرت القوه كما بالشكل بوحده الثقل جرام، مش مشكله. فكونت ازدواج محصل، يعني ال9 وال9 وال30 وال30 كونوا ازدواج محصل. قال لك اثرت بقى قوتين ق وق عند ا ود، فدول عموديتان على ا ود وكونوا ازدواج بيكافئ الازدواج السابق.
ممكن تجيب قاف. طب واحده واحده كده، ده خلي بالك من الاسئله اللي بالنسبه لي مهمه قوي، خلي بالك ها. فانا هبدا اتكلم معاك في العزم الاولاني اللي هو خاص بيه التسعه والتسعه. فالتسعه والتسعه هيمشوا مع بعض عكس عقارب الساعه. في البعد العمودي هيبقى من النقطه على خط عمل القوه، فده بالنسبه لنا هيبقى البعد العمودي. ده بالنسبه للزاويه مقابل، يبقى الوتر اللي هو 20 في جا الزاويه، فهيطلع معاك ساعتها 10 يبقى 90. هنبدا نخش معاك في العزم الثاني اللي هو بتاع ال 30 وال 30. فال 30 وال 30 هيمشوا مع بعض مع عقارب الساعه، يبقى سالب 30 في البعد العمودي. البعد العمودي هيبقى من النقطه على خط عمل القوه، ده ساعتها هيبقى البعد العمودي. فده بالنسبه للزاويه مقابل، يبقى الوتر 18 في جا 30. ادي 18 في جا 30 9 يبقى سالب 270. هات بقى العزم المحصل بتاعهم، هتجمع 90 ناقص 270. ف90 اهو، 90 ناقص 270 هيدي لك سالب 180. ده ساعتها هيبقى العزم بتاع الازواج المحصل. في بقى يا فندم بقى قوتين اللي هم قاف وقاف، كانوا عموديتان مع الف ودال وكملوا ازدواج. يعني ممكن تبقى القوه الاولى هنا والقوه الثانيه هنا اهو. هنا هتبقى قاف وقاف عموديتان عند الف دال، يبقى هنا في قاف وهنا هيبقى في قاف. فانت دول هيمشوا مع بعض مع عقارب الساعه، يبقى سالب قاف في البعد العمودي. القوه دي قوه راسيه، يبقى البعد هيبقى افقي، يبقى ساعتها سالب 20 قاف. كونوا ازدواج محصل مع الازدواج المكون من ده، يبقى انا هاخد الازدواج المحصل ابدا اسويه بده، بيكافئوا بعض. فكك من السوالب، يبقى 180 هتساوي 20 قاف. فلما تقسم على 20 هتلاقي ان القوه بكام؟ القوه ب9. يبقى ساعتها قدرت اجيب القوه، فهتطلع مع سيادتك بكام؟ ب9. اخر سؤال هنتكلم معاك فيه بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك هنا علق جسم كتلته كاف كيلو جرام في ميزان زنبركي مثبت في سقف مصعد، فسجل القراءة عندما كان المصعد صاعد بعجلة قدرها كالآتي، وسجل القراءة لما كان المصعد هابط بتقسيم منتظم بعجلة كالآتي، فإن العجلة هتساوي. طيب تعال نتكلم معاك أول حاجة وهو صاعد بعجلة عادي. فلو صاعد بعجلة يبقى الضغط على أرضية المصعد هيساوي الكتلة في د زائد ج. فطبعا زي ما انت شايف 33.6 دي انا وانت هنضربها في 9.8 عشان نخليها بالنيوتن. الكتله ما اعرفش بكام، الدال هتبقى ب9.8 والعجله هتبقى ج. فهنا هيبقى معايا 33.6 في 9.8 هيدي لك 329.28%. الكلام ده هيساوي الكتله في 9.8 زائد ج. ده بالنسبه لنا هيبقى المعادله الاولى. طب لو كان مستر بقى هابط، بس خلي بالك هابط بتقصير، يعني العجله هنا هتبقى عجله سالب هابط بتقصير، يعني هنا هيبقى الضغط على ارضيه المصعد هيبقى عباره عن الكتله في د ناقص ج عشان هو هابط. لكن بص بقى لما نيجي نعوض، هو الضغط على ارضيه المصعد اهو 29.4 بس هضرب في 9.8. الكتله انا ما اعرفش بكام، الدال ب9.8 ناقص ج. هو قال لك ان هي ماشيه بتقسيم، يعني العجله دي هتبقى سالب، فسالب في سالب بموجب، يبقى الكلام ده زائد ربع ج. ف 29.4 هضربها في 9.8 هتدي لك 288.12%. الكلام ده هيساوي الكتله مضروبه في 9.8 زائد ربع ج اهو. الخطوه اللي بعديها امسك بقى الاولى اقسمها على الثانيه او الثانيه اقسمها على الاولى. فانا هقسم هنا، ف 329 هقسمها هنا اهو، فهيبقى معاك 329.28%، هقسمها على 288.12%، هيدي لك 8 على 7. ادي 8 على 7 هتساوي، لما تيجي تقسم هتلاقي الكتله دي هتروح مع الكتله دي اهو، فهيتبقى معاك في البسط فوق هنا 9.8 زائد ج. الكلام ده على 9.8 زائد ربع ج. واعمل مقص بقى 9.8 في 8، ظبط حساباتك وشوف في الاخر العجله هتطلع بكام. يبقى 1.96 متر لكل ثانيه تربيع. ما تقدرش تكمل انت، مقصك بقى هنا ودخل العجله والحد المطلق هنا وتجيب العجله. كده احنا خلصنا معاك النموذج رقم 10. استنانا بقى في باقي النماذج اللي جايه. مع السلامه.